تبدأ حكايتنا بمقاتل نبيل اسمه كوفا. كان قاعد كوفا في القطر، كان بيقرأ كتاب وبيقول إن آخر معقل للبشرية هي الدولة الموجودة داخل الفانوس فلندور. والقطر بيقف في المحطة وبينزل كوفا وبيقول مكان جميل ومريح للأعصاب، وبيتفاجئ ببنت بتقول نفس الجملة. تضحك البنت وبتقول له قلنا نفس العبارة مع بعض. بيقول لها إيه الصدفة دي؟ فبيمد إيده ليها عشان تنزل، وبتقول إيه الشخص النبيل ده؟ فبتشكره وبيقول لها من الطبيعة كل لطيف، وبيقول لها أتمنى أكون معاكي لحد ما توصلي. بتقول له كنت قلقانة إن أبقى لوحدي، فأنا مبسوطة إني قابلتك وعندي شعور إن أموري هتكون بخير. وبيقول لها كوفا أتمنى إني أقابلك مرة تانية. فبتقول له أكيد هنتقابل تاني. هو ماشي كوفا في الشارع لقى قطة متعورة في رجليها، فشال القطة مش عارف عمل إيه، بس القطة بقت سليمة وطلعت تجري. قابل كوفا 3 من خدم القصر اللي هيشتغل فيه، وبتقول له البنت أنت كوفا فامبير؟ بيقول لها نعم اتشرفت بيكي. بتقول له أنا إيمي كبيرة الخدم في القصر ده. فبتقول له لو سمحت ناخدك في جولة في القصر. دخلوا القصر، بتقول له ايمي ده المكان اللي هتشتغل فيه لمدة 3 سنوات. فبتطلع بنت جميلة كانت واقفة على السور، البنت اختلت توازنها فوقعت، لكن كوفا بينقذها قبل ما تقع. بيقول لها حصل لك حاجة؟ بتقول له وهي في خجل كبير انت المعلم بتاعي؟ بيقول لها بالظبط اسمي كوفا. وبتقول له اسمي ميليدا انجل. بتقول ايمي وقت المدرسة. بتقول لها جهازي، وبتقول ايمي لكوفا خلي بالك من ميليدا وهي في المدرسة. استغربت ميليدا وبتقول لكوفا انت هتيجي معايا المدرسة؟ بيقول لها اكيد، وبيقول لها انا دلوقتي مسؤول عن تعليمك فالمفروض اكون معاكي في اي مكان. وبيقول لها اخدت تصريح كمان من المدرسة. وصلوا المدرسة، وبتقول بنت الميليدا انت متأخرة. بتقول لها ميليدا صباح الخير يا نيرفا دي صاحبة ميليدا. بتقول لها فكرتك هتهربي من المدرسة. وبتقول لها مين اللي معاكي ده؟ بتقول لها ده معلمي الخاص. وبتقول لها نيرفا هيساعدك في دراستك ولا هيعلمك استخدام المانا؟ نيرفا بتقول لها ما عندناش وقت عشان نتكلم، تعالي عشان نتدرب مع بعض. بيقول كوفا في نفسه القوة اللي بتكون قدرات غير عادية وتعزز من قدراتهم الجسدية عشان يتخطوا حدود البشر العاديين هي المانا. وبيقول انها هبة موجودة لطبقة النبلاء بس، وبتكون القدرة دي موجودة في سن السابعة. بيقف كوفا بيتفرج على ميلدا وبيقول واقفة كويسة. بيبتدي التدريب لكن البنت بتهزمها وبتوقعها على الارض. وبيقول كوفا انها بتفتقر للموهبة، وبيقول دي حدود ميلدا عشان مش بتمتلك المانا. فضلوا اصحاب ميلدا بيضحكوا عليها وبيستهزئوا بيها، وبيقولوا لها انت ازاي هتحققي حلمك وانت ما عندكيش موهبة. وكان قاعد كوفا وبيكتب ان اللورد ميدوريو جد ميليدا انها مش ابنة حقيقية لعائلة الانجل لانها ما عندهاش قوة المانا لحد دلوقتي. واتضح ان جدها موكل كوفا ان ميليدا لما ظهرش عليها اي كفاءة للمانا يقتلها. وفعلا قال كوفا ان البنت مش بنت الفارس فليغوس انجل، وبالتالي هنفذ مهمتي التانية اللي هي قتل ميليدا. وبيقول ان حياتها مليانة معاناة وهتستمر بالمعاناة، واليوم اللي هتنتهي فيه معاناتها مش هيجي ابدا. وخلاص راح كوفا عشان يقتل ميليدا. دخل الاوضه ما لقاهاش جوه. ميليدا بتجري ومعاها سيف خشب وبيجري وراها كائنات غريبه. بيدور عليها كوفا لقاها بتحارب الكائنات دي، وافتكر كوفا ان جدها بيحطها تحت ضغط عشان عاوز يظهر المنع عليها بيجبرها على القتال. فضلوا يضربوا فيها، واستغرب كوفا ان هي مش بتطلب اي مساعده. فعرف كوفا انها مش بتطلب المساعده علشان محدش يعرف انها ما عندهاش مانا، لان الناس لو شافوها كده هيعرفوا انها مش من عائله الانجل. فبينقذها كوفا وبيقتل ال3 كائنات دول بكل سهوله. وبيقول لها كوفا اسف لاني اخدت وقت طويل عشان اوصل لهنا. بتقول له اسفه لاني تعبتك. البنت بتدمع، وبيقول كوفا انها وحيده، وبيقول اتمنى اشوف اللحظه اللي بتنال فيها البنت الاعتراف بانها مقاتله وتمتلك القوه الكافيه لمواجهه العالم القاسي. وبيمسك ايديها وبيقول لها اسمحي لي ان اساعدك على الاقل. وبيقول لها عاوز امنحك القوه، مش هفشل ابدا بتلبيه ندائك. البنت بدات تعيط من اللي بيقوله. وبيقول لها كوفا موافقه تراني بحياتك. وبيقول لها في طريقه واحده بس لإنقاذ المنع عندك، لكنها فيها مخاطر ممكن تصيبك آثار جانبية، ولو فشلت الطريقة ممكن تموتي. بيقول لها مش عاوز أجبرك على المحاولة، إيه رأيك؟ فكرت ميليدا شوية وقالت اعملها. وبيقول لها طالما راهنتي بحياتك ليا هراهن بحياتي أنا كمان. طلع إزازة وشرب منها، وبعد كده بيحصل حاجة مش هنقولها، وبعد كده بتفقد الوعي. كوفا كان بيدلك ظهر ميليدا، وبيقول لها الفحص ده ضروري عشان ما يحصلكيش أي تشوهات جسدية. بتقول له ميليدا أنت مش مدرك إن بنت؟ بيقول لها أنا فعلا محرج من اللي انا بعمله. وبيقول لها انا بعمل كده عشان سلامتك مش اكتر، وكل اللي انا محتاجه انك تكوني بصحه كويسه. بيقول لها في حاجه مهمه لازم اتكلم معاكي فيها. بيقول لها الفئه اللي انت حصلت عليها مش البلدين، فئتك الساموراي زي فئتي. بتقول له شيء مؤسف بس انا مبسوطه ان فئتي نفس فئتك. بيقول لها يفضل يبقى الامر ده سر على الجميع في الوقت ده. وتاني يوم بيقول لها مفيش اي تاثير داخلي ولا خارجي في جسمك. بتقول له ميليدا هل فعلا ممكن اكون تلمستك؟ قال لها انت فعلا تلمستي. فرحت جدا ميليدا انها بقت عندها مانا. بتقول ما عدتش هكون مختلفة عن باقي
اللي في المدرسه. بيقول لها نسيت اقول لك ميعاد البطوله العامه بعد اسبوع، وبيقول لها ممنوع تستخدمي المنخ خارج حصص التدريب. راحت ميليدا المدرسه، كانت قاعده وبتحط الكتب بتاعتها في الشنطه، وبتاخد نيرفا صاحبه ميليدا الكتاب بتاعها، وبتقول لها من زمان وانا عاوز اقرا الكتاب ده. بتقول لها نيرفا غيري هدومك عشان نتدرب. بتقول لها صحيح نسيت ان الدروس مع معلمك اكتر اهميه من اصدقائك. فكانت ماشيه ميليدا مع كوفا، بتقول له بيحصل الموقف ده بعد ما اخيرا حصلت على المانع. كوفا بيقول لها انت فعلا ايقظت قوتك، بس هي لسه مش مستقره. وبيقول لها ما عادش الا اسبوع على البطوله، وبيقول لها الوقت محتاج منك انك تخفي قدراتك حتى عن زمايلك، لو عملت كده اصحابك هيشوفوا معجزه ما حصلتش قبل كده. وبتقول له فهمت. كوفا بيقول الاتنين اللي بيتجسسوا علينا محتاجين منك حاجه. وطلعت البنت اللي قابلت كوفا في القطر هي وبنت عم ميليدا. بتقول ميليدا لكوفا مين دي؟ بتقول لها انا المعلمه الخاصه الجديده لاليس واسمي روزيتي بريكيت. اتفاجئت ميليدا من الاسم عشان بتسمع عنها كتير، وبتقول لها روزيتي انت بتقولي كده كاني مشهوره. وبيقول كوفا انت فعلا مشهوره. بتقول له كوفا احنا الاتنين بنشتغل لصالح عائله الانجي. وبتقول له اتمنى اننا ننسجم مع بعض. فبيبعد ايديها وبيقول لها مش هنسجم مع واحده مستهتره زيك. بتقول له في اخر مره اتقابلنا كنت انت فيها راجل محترم. فبتتضايق وبتقول له اليس اللي هي بنت عم ميليدا هتتغلب عليها في البطوله. جه يوم البطوله، بيقول كوفا جه اليوم المنتظر. بتقول له ميليدا انا خايفه عاوز اهرب. بيقول لها ما تقلقيش اتدربت بشكل كويس النهارده. وبتقول له في عدد كبير قوي من الناس. فبتشوف عربيه معديه، فبتتفاجئ بابوها جاي عشان يشوف البطوله. دخلوا المدرسه وكانت متوتره جدا. وبيقول لها كوفا المفروض نخش المدرج. تيجي ميرفا فضلت تستهزأ بميليدا. وبيقول لها كوفا مع كامل احترامي ممكن اطلب منك طلب؟ بتقول له اتفضل اطلب اللي انت عاوزه. بيقول لها انا تعبت من صرصرتك ممكن تخرسي يا قرده. بتقول له انت ازاي بتتجرأ انك تقول لي الكلام ده؟ بتقول له انت مفكر نفسك معلم؟ بتقول له انت بتقرأ كتبها وبتاخد مرتب. اتعصبت ميليدا وضربتها، وبتقول لها ده احسن معلم على الاطلاق. وبتقول لها ههزمك شر هزيمه في البطوله. فبتضحك وبتقول لها نشوف الكلام ده في الحلبه. تبدا المعركه وبتجري ميليدا على ميرفا، وبتقول لها ميرفا انا سعيده ان اول واحده هتيجي تحاربني انت. للدرجه دي عاوزه تحرجي نفسك؟ وهتضربها ميرفا، لكن بتتفاجئ ان ميليدا ضربتها. وبيتفاجئوا ان ميليدا عندها قوه المانا. وبيقول كوفا ان هي دي البنت اللي وصفتها بعديمه القيمه. وبتقوم ميرفا وبتقول لها كل اللي في الامر ان طفله اتعلمت استخدام اداه. وبتجري ميرفا عليها عشان تضربها، لكن ميليدا بتضربها وبتقع على الارض تاني. بتقوم ميرفا تاني عشان تضربها، لكن ميليدا بتضربها وطارت لحد ما اتخبطت في الجدار. وبتقول ميرفا انا وسط الكل اتهان كده؟ دي ميليدا عديمه القيمه. وبتتعصب ميرفا بتستجمع كل قوتها وبتضربها بيها. كانت واقعه على الارض. وبتقول لها ده كتير على طفله اتعلمت المانا. بتقول ميليدا كانت اكتر رعب. وبتستهزأ بيها ميرفا وبتقول لها مش سامعه. بتقول لها انا قلت ان هجمات معلمي كانت اكتر رعب منك. بتضربها تاني ميليدا، لكن وهي بتضربها بالسيف المانا بتاعت ميليدا كلها خلصت. جريت منها ميليدا وبتجري وراها ميرفا، ضربتها ووقعت على الارض. فضلت تستهزأ بيها. استجمع ميرفا قوتها علشان تضرب بيها ميليدا، لكن بتتفاجئ ان ميليدا بتضربها بمهاره اتعلمتها من كوفا. وبيقول كوفا انها اتعلمتها بعد ما شافتني بعملها اول مره. وبتجري ميليدا ناحيه البرج، بيوقفوها اصحاب ميرفا، لكن اصحاب ميليدا بيتعاملوا معاهم. وبتجري ناحيه البرج فبتفوز بالمعركه. فبتروح لكوفا وهي فرحانه. بيشيلها كوفا بيقول لها انه مبسوط من ادائها. بتقول له ميليدا انها ما عادتش طفله عشان يشيلها كده. في الوقت ده كان معدي ابوها لكن ما اتكلمش. وبتنادي عليه وبتقول له انا فزت لاول مره. بيقول لها كنت مرابي. وبيقول لها ما تتحمسيش عشان حققت انتصار واحد. وبيقول لها اثبتي نفسك بالفوز ضد المدارس التانية. بتدمع ميليدا من كلامه. كوفا بيسالها بيقول لها مش مبسوطه؟ تقول له مش كتير. وبيقول لها كوفا فكري في اللي حصل. انت استجمعت شجاعتك واتكلمت مع رئيس العيله. وبيقول لها رده ما كانش اللي انت متوقعاه، لكن هو برضه رد عليكي، ودي خطوه كبيره للامام. بنشوف كوفا كان قاعد بيشرب القهوه. بتقول له ميليدا ان في مهرجان، المهرجان ده بنتمنى فيه دوام السلام للمدينه. بيرد كوفا شكله هيكون مهرجان ممتع. تساله ميليدا بتقول له انت بتحب المهرجانات؟ بيقول لها في الحقيقه ما اقدرش اقول لك. بتقول له ميليدا وايه المانع لو قلت؟ انت تعرف تفاصيل جسمي فده مش عادل اني ما اعرفش عنك حاجه. فاتضايقت منه انها ما تعرفش عنه حاجه. بيقول لها كوفا في الحقيقه انا ما اعرفش كتير عن المهرجانات، فانا جاي من عالم الليل. وبتقول له ميليدا انت تقصد انك من مساكن الطبقه المنخفضه؟ بيقول لها وابعد من كده كمان، وبدل ما اقول اني عشت هناك فالادق اني نجوت من هناك. بترد ميليدا عشان كده. كوفا بيقول لها على اي حال ايه الفستان ده؟ بتقول له ده فستان الموكب، كل الطلبات اللي في المدرسه هيلبسوا نفس الفستان ده. بيقول لها البسيه عشان اشوفه عليكي. بتقول له ما ينفعش، كنت مستنيه اليوم ده من زمان عشان البس فيه الفستان، ولان كمان اليس هتلبس نفس الفستان وهنبقى مع بعض في الموكب.
بتقول له عشان كده مش عاوز افسد اليوم اللي مستنياه. بيقول لها عشان كده مبسوطه؟ ترد ميليدا عليه وبتقول له اكيد، وتقول له كمان لو ما كنتش ممانع لحظه اشعال النار هكون مبسوطه لو رقصت معايا. بيقول لها كوفا ممكن ما اقدرش اجي بسبب ان ورايا مهمه لازم ارجع حي الملك المقدس. زعلت ميليدا وبيقول كوفا هقدر ارجع في اخر يوم من المهرجان وساعتها هتقبلي ترقصي معايا؟ فرحت ميليدا وبتقول له هتبقى ايدي مفتوحه لحد ما تيجي وتمسكهم ونرقص سوا. بيقول لها شرف ليا اكيد. كانت قاعده أليس وكبيره الخدم اللي في القصر. بتقول لها كان ادائك رائع في المباراه، وبتقول لها رؤساء العيله كانوا مبسوطين جدا. بتقول لها أليس مبسوطه بكده، والخدامه بترد عليها وبتقول لها اتسرعت في انهاء المباراه، وبتقول لها كنت ممكن توجهي ضربه لميليدا انجل وتخليها تركع قدامك ويشوفها كل الجمهور اللي كان موجود عشان الكل يعرف انك ليكي حق عشان تبقي الوريثه الشرعيه لعائله الانجل. في الوقت ده الباب كان بيخبط وبيقول وصل زي من المدرسه. بتقول الخدامه ده اكيد لبس المهرجان. بتقول الخادمه ايه الفستان ده؟ قطع القماش اللي فيه سيئه جدا وما تليقش على آل السما. وبترجع الفستان وبتقول هنجيب لها فستان جديد عشان الناس تعرف انها مش زي بقيه الاطفال. وبيجي يوم المهرجان وبتكون ميليدا واقفه مع اصحابها وبتيجي أليس والكل بيبقى منبهر بالفستان بتاعها وبيسالوها انت جبت الفستان ده منين؟ بتقول لهم عائلتي اللي صنعته. فبتسيبهم وراحت تقعد في مكان لوحدها وبتروح وراها ميليدا. بتعيط أليس وبتقول كنت عاوز البس الفستان عشان ما بقاش انا الوحيده مختلفه عنهم. راحت ميليدا عشان تتكلم معاها لكن النور فجاه بينطفي وبيطلع عليهم ناس غريبه وفجاه بتفقد الوعي. ميليدا بعد ما تصحى بتلاقي الشخص اللي خطفها وبتحاول ميليدا عشان تطلع قواها بالمانع لكن مش بتعرف وبيقول لها ما تحاوليش. وبتقول له انت لانسكروب صح؟ وبيضحك وبيقول لها انت فئتك مش البلدن بالرغم من انك بنت الدوق الفارس لعائله الانجل. بتقول له ميليدا انت عاوز ايه؟ بيقول لها انا بشري لكن نصي لانسكروب. وبيقول لها كنت لانسكروب اصطناعي زرعت منظمه معينه جينات الليل جوايا عشان اكون عندي قوه بتنافس قوه مستخدمي المانا. وبالمناسبه منظمتنا اسمها نقابه غينمفيس، سمعت عننا قبل كده؟ بتقول له ميليدا ليه انا؟ بيقول لها استخدمت قوتك بطريقه مبهره في المباراه. وبيجيبوا أليس وهي فاقده الوعي وبيقول لها انا هحول فئتك للبلدين، هزرع قوة أليس أنجل فيكي ومعدل نجاح الأمر منخفض. وبتقول ميليدا المكان ده متحف وبيقول لها تم عزل المنطقة من النقابة عشان كده محدش هيقدر ينقذكم. وبتصحى أليس وكانت خايفة لكن ميليدا بتمسك المجرفة وفضلت تضرب في هيكل الديناصور لحد ما وقع على الكائنات دي. وبتجري ميليدا وأليس عند خريطة المنطقة وبتدور على مخرج يخرجوا منه. وكانت أليس بتعيط وخايفة. بتقول لها ميليدا أنا جنبك. وبتبص ميليدا وشافت أسلحة وبتقول أليس الأسلحة دي مش هتشتغل ضد اللانكنسروب. وميليدا بتقول لأليس مش هنقدر نستخدم المانا. ميليدا افتكرت كلام معلمها انها لازم تتصرف عشان تنجي بحياتها. اخرت ميليدا قطعة من الفستان أليس لان الفستان ده من ريش طائر اللهب والتاج اللي كانت لابساه كمان اخرته. وبتقول ميليدا ان حجر اللهب وريش طائر اللهب مشبعان بالخامات المقدسة. وبتتفاجئ أليس ان في لانسكروب وراهم وبيضربوا ميليدا وبتقع على الارض لكن بتقوم وبتحضر قوة التاج وريش طائر اللهب وبتضربهم بيها وبيجروا عشان يطلعوا من مخرج الطوارئ لكن بيوقفهم الشخص اللي كان خاطفهم وبيقول لهم انتوا متعبين جدا. ميليدا انجل انا بعرض عليك بتحويل فئتك للبلدن ليه بتهربي؟ وبتجري عليه وبتقول له انا عندي نفس فئة معلمي مش محتاجة الفئة دي. ولسه هتضربه لكن بيمسك العصاية اللي فيها النار وبتطفي وبيضربها ضربة قوية. وبتجري أليس عشان تطمن عليها بيضربها هي كمان وبيقول لها ما تحاوليش تخش قتال معايا فانا ماسك نفسي عشان ما اقتلكيش. لكن بيقرب منها وبيلاقي ميليدا بتحك بالتاج على الارض وبيحصل للشخص ده حاجة غريبة وبيقول هيحصل تغير في الخطة لازم نتخلص منهم فورا علشان هيكونوا تهديد كبير لينا في المستقبل. وبيجهز قوة عشان يقضي على ميليدا وبيقول لها وداعا. في اللحظة دي الباب بيتكسر وبيكون كوفا وروزيتي براكت معلمة أليس. وبيقول كوفا آسف لأننا أخدنا وقت طويل لما وصلنا هنا. وبيقول جات لي رسالة من نقابتي ورجعت من السفر فورا. الشخص بيقول انسوا الطفلتين دلوقتي وقتلوا الفارسين فورا لكن سروب بيروح عليهم لكن كوفا بيضربهم بالسيف بتاعه. وروزيتي بتحضر رقصة العنقاء القرمزية انهيار الأنصار المستعرة بتضربهم بالقوة دي وبيقضوا على كل اللي موجود. وكوفا بيقول خلي بالك من الطفلتين لحد ما يجي. وبيروح كوفا للانكنسروب وبيقول له كوفا انت زي ما توقعت. بيقول له اتوظفت اولا لكنك ما انجزتش المهمه وده اللي خلى نقابتي تتولى المهمه. كوفا بيقول في نفسه زي ما توقعت اللورد موديريو هو اللي ورا ده. وبيقول له كوفا مش هسمح ليك تتدخل في شأن الفتاتين. بيطلع الشخص ده حاجه شكلها غريب جدا وبيحقنها وبيرميها على الارض. فجأة بتتحول الحاجه الكبيره دي لشيطان كبير جدا وبيقول له شيطان من صنع البشر واسمه الكاميري المسكون، شيطان ما يقدرش اي بشري الوقوف امامه. وبيقول دلوقتي يلا نكمل اللي بدأناه المره اللي فاتت.
ساكت لسه جاي يضربه الشيطان، لكن بيتفاداه كوفا. لكن السكروب بيقول له سريع كعادتك. بدأوا يضربوا في بعض، وضربوا كوفا بقوة الاستلال المطلق وتوهج ليلة عاصفة الحرب، ضربة قوية جدا. وبينادي لانكسروب على الشيطان عشان يضربه. لانكسروب بيرخي دفاع كوفا وبيربط ايديه وقيده عن استخدام المانا. قطع ايد كوفا وبيقول اجساد البشر هشة جدا، لكن ضرب كوفا الشيطان وقع على الارض. لانكسروب بيقول له ما عادش ليك اي مستقبل كمحارب، وبيقول البنت تستحق كل اللي عملته عشان تدافع عنها. كوفا بيرد عليه وبيقول له ايوه تستحق. بيقول له عاجل ام اجلا ميليدا هتهزم اشد المقاتلين وهتكون على القمه وهتتفوق على كل اللي في الفلندور. وبيؤمر لانكسروب الشيطان انه يضربه، وبيلتهم الشيطان كوفا. وبيقول لانكسروب في النهايه ما عملش اي حركه اخيره. بيقول تاليا هقتل ميليدا انجل. وبيتفاجئ ان كوفا بيقطع في الشيطان، وبيقول لانكسروب مش معقول، الشيطان ده احصائياته وصلت لاقصى حد وما يقدرش اي بشري يقف قدامه. كوفا بيقول له الحد الاقصى انا حاليا حطمت الحدود دي. وبيدي كوفا على الشيطان وتفككت كل اعضائه. في اللحظه دي كوفا شعره بقى ابيض، مسك ايديه المقطوعه ورجعها تاني. بيقول له لانكسروب مستحيل اللي بيحصل ده. وبيقول له هو في قمه الخوف مصاص دماء. تحول كوفا لمصاص دماء. بيقول له كوفا انا كمان نصف بشري زيك، لكنك نصف بشري ونصف لانكسروب. كوفا بيقول له ايه ده، انا مش ناوي اقتلك، كنت بتحاول تغير فئه ميليدا انجل، لكنك قبل ما تبدا في كده ميليدا اظهرت قوه شبيهه بالبلادين، وبكده انت اتاكدت انها من عائله الدوق الفارس. وبيقول له فكر 100 مره لو جيت جنبها تاني. انقل الكلام ده لعميلك. لانكسروب بيقول له انت ناوي فعلا تدرب ميليدا انجل علشان تكون المحاربه الاقوى؟ لو تطورت ووصلت للحد الاقصى هتكون انت الفريسه. كوفا بيرد عليه بيقول له لو جه اليوم ده هكون مبسوط وانا بقدم راسي ليها. اللورد موديريو بيقول العمل الارهابي اللي عملته نقابه غريمفس، وفي حاجات كتير غير منطقيه في التقرير ده. وبتظهر شخصيه اسمها بلاك ماديا بيقول لها اللورد تواصلي مع ميليدا وكوفا واعرف اللي بيخبوه. البنت بتتكلم في ورقه، والورقه دي بتتحول لنار، وبعد كده بيظهر الكلام بيقول لو تخلى كوفا عن المهمه اقضي عليه. ميليدا بتقول له كوفا عرفت مكاننا ازاي؟ بيقول لها ان ابوكي هو اللي عمل كده، عرف ان مكان الحراس اتغير وده ساعده ان يعرف مكانكم. بيمد ايده كوفا وبيقول لي ميليدا تسمحي لي ارقص معاكي؟ بتقول له اكيد. بتقول له لحد امتى هتكون معلمي؟ بيقول لها ايه اللي خلاكي تقولي كده؟ بتقول له حاسه ان مش من الطبيعي انك تفضل جنب بنت زيي، لكن عاوز اكون جنبك الى الابد. انا حاليا انسه صغيره، لكن يوم ما اكون بنت قويه عاوز اكون جنبك، عشان كده عاوزاك تستناني. وبيقول لها اطمني انا هنا عشانك. وبيقول لها خليكي في مكان احسن من اللي انت فيها، ما تقلقيش من اي حاجه لانك تلمستي اللي بفتخر بيها. راحت ميليدا القلعه وقالت سند عليها. بتقول لها ميليدا صعب عليا امشي وانت ماسكه فيا كده. بتقول لها اليس انها مبسوطه من النهارده هنكون مع بعض اسبوع. رد عليها ميليدا وانا كمان مبسوطه اننا هنكون مع بعض. بتقول روزيتي لكوفا ان ميليدا واليس زي الاخوات. بيرد كوفا اكيد، وبيسالها ايه التفسير ده، وبيبعد ايده من ايديها وبيقول لها كم مره اقول لك ان انا وانت معلمان، احنا متنافسين. بتقول له مش شايفه اي مشكله، ميليدا واليس علاقتهم كويسه ببعض. بيقول لها كفايه ان كبيره خدم قصركم بتبادلك الراي. بتحكي له روزيتي انها ضافت اسمها في قائمه الزوار عشان ما اكونش مع اليس لوحدها. وبيقول لها كوفا شكله هيكون اسبوع ممتع. روزيتي بتقول له عندنا مهمه واحده وهي حماية حياتهم. دخلوا القصر مستنيين يعرفوا المترشحين. كانت واقفة ميليدا وأليس مع بعض. بتقول لها أليس انضم لوحدتك. ميليدا بترد عليها بتقول لها في فرق شاسع في قدراتنا وقواتنا، لو هقاتل معاكي مش كده هيكون كويس؟ مش عارفة ترد أليس عليها وتقول لها ايه. وفجأة ميرفا صاحبة ميليدا بتقول لها صباح الخير. وبدأت مقدمة البطولة كريستا تتكلم وبتقول النهارده هيكون أول يوم لبطولة اللونا لومير السنة دي. بطولة اللونا لومير هو حدث مشترك مع مدرستنا ومدرسة دوتريش النسائية. بيتم اختيار طالبتين من كل مدرسة، وبيكون الاربع طلاب دول بينافسوا بعض. وخلال فترة البطولة بيتقطع اي اتصال بالعالم الخارجي، والاختبار اللي هيتنافسوا فيه هيكون في اخر يوم من البطولة. والمرشحة اللي هتحصل على اعلى عدد من النقاط هي اللي هتحصل على لقب لونا لومير. وبيخش طلاب مدرسة دوتريش والطالبة كيرا من المرشحين بالبطولة. وخلاص هيعرضوا المترشحين والمدرسة كلها بتتفاجئ. المرشحتين هما ميليدا انجل واليس انجل. وبتقول لهم كريستا اتفضلوا بالصعود هنا. كريستا تشرح الاختبار وبتقول ان الاختبار ده هيكون هنا في قصر غراساموند. وبتقول الاختبار ده هيكون عبارة عن معركة شاملة عن 4 مجموعات مكونة من 3 طالبات بتقودهم المرشحات، وهيكون لكل طالبة ميدالية مثبتة على القميص. والفريق اللي هيحصل على اكبر عدد من الميداليات هيكون هو الفايز. والمرشحات هيختاروا 2 من صحابهم. وبتقول لها ميليدا انجل هنبدأ بيكي. ميرفا بتقول انا اللي هشارك مع ميليدا. في واحدة تانية بتقول وانا كمان. وبتقول كريستا مقدمة القصر لتبدأ البطولة.
البطولة. البوابات كلها بتتقفل عشان البطولة هتبدأ، وبيطلعوا الطلاب ويقولوا ازاي بيتم ترشيح البنت اللي مفتكرة الموهبة. ميليدا بتسمع الكلام وبتدمع. كوفا بيحضنها وبيقول لها حتى لو شك العالم كله فيكي فانا لوحدي هكون جنبك، عشان كده عاوزك تثقي فيا. كانوا كوفا بيدربهم وميرفا بتتدرب مع ميليدا، وبيقول لها كوفا محتاجة تحسني التوقيت في استلال السيف. بتقول له ميرفا على الاقل بخلي سلاحي اخف لو اتصابت ميليدا هتكون مشكلة لينا. بيقول لها مش ممكن، ده هيقلل احساسها بالخطر. لو ظبطت السرعة 120% هتتمكني من استخدام مهاراتك صح. البنت بتقول على الاقل ناخد استراحة. كوفا بيقول لهم استراحة قصيرة. ميليدا كانت قاعدة تحت شجرة، بتيجي بنت وبتقول ميليدا انجل. البنت من مدرسة دوتريش. بتقول لها الطالبة المفتقرة للموهبة دي مشهورة، وبتقول طفلتان من عائلة الانجل، واحدة من الاصل والتانية من الفرع. وبتقول لها المثير للسخرية ان بيتم اختياركم كمرشحتين. البنت بتقول لها عشان تثبتي انك من العائلة لازم تخرجي منتصرة على أليس انجل. بترد ميليدا بتقول ده مستحيل. بتقول لها البنت لو عندك القوة ما تتردديش، هيثق فيك الناس لو ظهرت قوتك. وبتقول لها اشجعك في البطولة. البنت بتمشي وبيجي كوفا بيقول لها مين الطالبة دي. بتقول له دي من مدرسة دوتريش لكن مش عارفة اسمها. تظهر كبيرة الخدم وهي بتتسلل. كوفا بيوقفها وبيقول لها شايفك لسه صاحية عشان تتخلصي من الأدلة. بتقول له انت بتتكلم عن ايه. بيقول لها اسف، وبيطلع قطعة من الزجاج الملون. بتقول مستحيل، انا متأكدة ان مش سايبة اي اثر ورايا. كوفا بيقول لها فهمت، انت بدلت الزجاج الليلة اللي فاتت، انت فضحت نفسك. قطعة الزجاج دي مش من الزجاج الملون اللي انت كسرتيه، انا اللي جبته. بيقول ده اللي حصل. وبيكون موجود ميليدا واليس وروزيتي. بتقول لها اليس ليه عملت كده. بتقول لها اوتيليو عشان مصلحتك، لو اتنافستي معاها الناس هتعرف مين اللي تستحق تكون من عائلة الانجل. روزيتي بتقول لها عملت كده عشان تخلي ميليدا واليس يحاربوا بعض. بتقول اوتيليو من الصعب ان نقبل فكرة المساواة ما بين واحدة مفتقرة للموهبة واليس انجل. ميليدا بتتعصب وبتقول لها انا واليس مرتبطان بروابط ثمينة ما ينفعش تتغير. بيرجعوا لاوضهم. كوفا بيقول لميليدا اللي عملتيه كان جميل. بتقول له انا انفعلت في اللحظة دي. بيقول لها كوفا بتخلي خصمك يفقد حذره وبعدها بتوجه له هجوم مش متوقع. بيقول لها كوفا تصبح على خير. ترد عليه بتقول له تصبح على خير يا معلمي. بيطلع كوفا من الاوضه بيمشي، لكن بيتفاجئ ان في ورقه على شكل صقر. وهو ماشي كوفا بيقول مبعوث من الليل الابيض. وبيلاقي كوفا بلاك ماديا. بيقول لها ايه قصه ده. بتقول له في الورقه عدى وقت طويل. بيقول لها انت بلاك ماديا. وفي اللحظه دي كوفا بيقول لي بلاك ماديا انت ايه اللي جابك هنا. بتقول له في الورقه مفكرين ان تقريرك الاخير كان ناقص ولائك بينقص. بيقول لها ما قلتش غير الحقيقه، مفيش سبب انكم تشكوا فيا. بتقول له مش بتخفي شيء. بيقول لها اكيد لا. بترد عليه وبتقول له حضر لي دماء ميليدا انجل ليه ما ظهرش عليها المانع لحد دلوقتي. بيقول لها انا دلوقتي موظف لعائله الانجل، مش هينفع اعمل حاجه تهدد مكانتي معاهم. بتقول له هحصل عليها انا بنفسي. بيقول لها مش هسمح لك. وبيضربها لكن بتتفادى كل الضربات. بتقول له انت دلوقتي ظهرت على حياتك. وبيقول لها انا حاليا بخدم ميليدا وبقوم بواجبي. وبتيجي روزيتي بتقول مين البنت دي. بلاك ماديا بتقول لها الحاميه للفرد الاخر من عائله الانجل. وبتضربها روزيتي لكن بتصد كل ضرباتها. وبتتفاجئ روزيتي انها عندها سلاحين. وبتقول بلاك ماديا ميليدا في ايد امينه. بيقول لها كوفا انتهى وقت اللعب. بتسمع صوت الحراس جايين. بلاك ماديا بتقول له ما تنساش انا الظل. تختفي البنت وبتقول الظل دايما وراءك. روزيتي بتقول لكوفا مين دي بالظبط. بيقول لها فئتها هي الكلاون، فينسر، جلاديتور، ساموراي، ميدين، جنر، يازارد، كلاريك. مع قدرتها بتحصل على الفئات السبعة فبتكون أقوى كلاون في فلاندور. شوف كريستا بتقول بطولة اختيار اللونا لومير هتمشي زي ما خططت ليها، وتعليق المسابقة ده مش هيحصل. كوفا بيقول لها لكن بلاك ماديا قاتلة مأجورة ومشهورة جدا وكل عارفها حتى في حي الملك المقدس. دي محترفة في التسلل وممكن تخش في سلوك وشكل كل البشر. روزيتي بتقول مفيش شك انها اتنكرت على شكل طالبة ودخلت المدرسة، ولو سيبنا الموضوع زي ما هو هنكون في خطر. كريستا بتقول إدارة المدرسة حسمت قرارها بالفعل. وفي وقت الغدا روزيتي بتبص بتلاقي ميليدا كانت قاعدة لوحدها، وبتبص لأليس لقيتها مش قاعدة معاها. روزيتي بتسألها بتقول لها حصل حاجة بينك وبين ميليدا سامع؟ انتوا علاقتكم ببعض الفترة الأخيرة كويسة وكنتوا زي الإخوات. مش بترد أليس عليها. ليه على أليس تكون برفقة الفتاة المفتقرة للموهبة. بتقول لها روزيتي إنهم مرشحتين متكافئين. وبتقول لها بعصبية ازاي متكافئين؟ من حيث الذكاء والقدرة فأليس سما هي الوحيدة اللي تستحق
تستحق انها تكون مرشحة، وبتقول بصوت عالي للطلاب انتوا برضه عارفين كده صح ان أليس اقوى من ميليدا. وكانت قاعدة كيرا وبتقول لصاحبتها سلاشا دول من الانجل، دي حرب من اجل اسم العائلة ومش عاوزة يشوهوا سمعة البطولة بده. في الاختبار مفروض على كل فتاة انها تقاتل بعدل وامانة، وبتقول لها بالنسبة ليا مش بهتم بمن تكوني فانا مش بتراجع. بتقول لها اكيد طبعا. نيرفا بتيجي تقعد جنب ميليدا، بتقول لها ميرفا لو كنت محبطة كل اللي عليك هو الرد بهجوم قوي. بتقول لها ميرفا لقيت المكان فاضي فقعدت فيه. تيجي صاحبتها وبتضحك وبتقول لها بتتكلمي بعصبية وبتقعدي جنب ميليدا يوم بعد يوم، وحاسة ان وحدتنا هتكون قادرة على التعاون والقوة في المعركة. ميليدا بتقول اكيد هنعمل كل اللي هنقدر عليه في البطولة. وقبل يوم واحد من البطولة كانت ميليدا بتحرك ايديها عشان عملت مجهود كبير في التدريب. كوفا دخل الأوضة عليها وبيقول لها ده دليل على العمل الشاق اللي عملتيه خلال ال6 أيام اللي فاتت، وبيقول لها اتفضلي الحليب الساخن. بتشرب الحليب وبتقول له طعمه جميل جدا. بيسألها كوفا حصل حاجة بينك وبين أليس سما؟ أصل بعد الحادثة اللي حصلت بسبب السيدة أوتيليو، وبيقول لها مش هينفع أكون صامت وانتي في حاجة مضايقاكي. بتقول له على كل حاجة إن أليس عاوزة تخسر عمدا عشان تخلي ثقة الناس عالية بميليدا. وبيقول لها كوفا في رأيي المفروض إنك متهتميش بمعرفة مكانتك عند حد، وعلى أليس سما إنها توضح اللي بترغب فيه فهي عارفة إنك هتفهميها، فهي بشكل عاطفي تتكل عليكي. وبيقول لها كوفا لما تقابلي أليس في الاختبار ناقش الأمور معاها عشان تفهمي كل حاجة وما تخافيش وعبري ليها عن مشاعرك. وبيسألها كوفا انت بتحبي أليس؟ بتقول له اكيد بحبها. كوفا بيرد عليها بيقول لها يبقى الامور كده هتكون بخير، مهما حصل في الاختبار فالعلاقه اللي بينك وبينها مش هتنهار ابدا. وبيجي يوم البطوله روزيتي بتقول لكوفا مش هتشوف ميليدا وأليس هما بيتألقوا؟ بتقول له بتنوي استخدام السيف ده عشان بلاك ماديا صح؟ هاجي معاك. وبيقول لها لا خليكي هنا وكوني على اتم الاستعداد لو حصل اي طوارئ. كريستا بتقول هدوء وبتقول في الاختبار ده بيتم تكليف ال4 وحدات بخوض معركة شاملة بينهم، والوحدة اللي هتجمع أكبر عدد من الميداليات هتكون هي الفائزة. أما ميدان المعركة هيكون قصر غراسمون بأكمله، وهتقدروا تشوفوا كل اللي بيحصل بالمناظير اللي معاكم. المرشحين بيقفوا في أماكنهم وكوفا بيقول هشجعك يا ميليدا. تبدأ البطولة وكانت ميليدا ونيرفا صاحبتهم ماشيين بحذر. بتضرب بيريسان اللي في فريق أليس. بتقول نيرفا احنا محظوظين بإن غنر بتيجي من وحدة أليس ماشية كل المسافة دي. نيرفا بتضرب البنت. بتجري ميليدا على أليس وبتقول وقت القتال. بيروح كوفا للبنت اللي كانت واقفة مع ميليدا بعد التدريب، وبتهرب أليس في أوضة في القصر وبتيجي وراها ميليدا بتقول لها ما عادش في مكان تهربي ليه. كوفا بيقول للبنت مؤامرتك الشريرة انتهت. بتقول البنت باين انا واقعه في مشكله. بيقول لها كوفا سلميني اللي جمعتيه من غير دوشه والا. بتقول له الا ايه؟ بيقطع ايد الشنطه بيوقع كوفا البنت على الارض. بتقول له الرجال فعلا كائنات استبداديه. بتحط ايديها على وش كوفا وبتقول له لسبب ما قلبي بدأ بالخفقان فجأة ان في رجل يعمل فيا كده بيخليني اسال نفسي ايه هي العقوبه اللي هتلقاها. بيقول لها كوفا لحد امتى هتستمري بتمثيليتك؟ بتقول له لو ظهرت ان شيء لم يكن هبذل جهدي في خدمتك. بيطلع السيف عشان يضربها لكن بتضرب كوفا ضربة قوية، وبيقول ده هجوم امتصاص بينقص من منة الخصم ويلتهمها بقدرة مهيبة. بيقول لها آسف اسمك ايه؟ بتقول له ميول لامور، ورثت فئة الديابلوس عالية المستوى كأحد أفراد العوائل النبيلة الكبرى. أنا بنت عائلة لامور. وبيقول كوفا في نفسه مادية قادرة على محاكاة الفئات منخفضة المستوى، مما يعني إنها مش هي دي. وبيطلب كوفا إنها تسامحه على سلوكه الوقح اللي عاملها بيه. وبيجري كوفا وبتقول ده كان مخيف، فكرت انه يقتلني، طلعت هبله يعني. نرجع للقصر وميليدا بتحارب أليس. بتقول لها ميليدا انت ليه ساكته؟ لو عاوزه تقولي حاجه قوليها. بتقول لها أليس انت ضعيفه يا ميليدا. بتضربها ضربه قويه وبتتخبط في الجدار. وبتقول لها ليه برايك بهرب من قتالك في البطوله العامه والبطوله دي كمان؟ لاني مش عاوز اعرف حقيقه انك اضعف مني، ومش عاوزه كمان اننا نكون على قدم المساواه. وبتضرب بالسيف بتاعها ضربه قويه على الارض. وبتقول افضل ان يكون مستواي اقل منك، واكره ان اكون الرقم 1، واكره ان اكون محاطه بالانظار، وافضل دايما ان اكون التانية بعد شخص متألق. عاوز اكون دايما وراك يا ميليدا طالما كنتي وما زلتي ان اكون اختك الصغيره. ولسه هتضربها بالسيف لكن ميليدا بتتصدى ليها، وهتضربها أليس بقوه التصاعد المقدس. وبتضرب ميليدا أليس بقوه الاستلال الممنوح. وبتقول لها ميليدا مين دي اللي بتكون ضعيفه؟ فضلت تضرب فيها ميليدا وبتقول لها انا الاقوى يا أليس، حتى لو كانت فئتك هي البلدين
ومهما اصبحت قوية في المستقبل فانا دايما هسبقك بخطوة. وكانت عمالة تدمع والدموع تنزل على أليس وبتقول لها لو الامر اتعلق بيا ما تشغليش بالك وامسكي بضهري زي ما انت عاوزة، ولو عليكي حمل مش قادرة تتحمليه فاعرفي ان دايما هشيله عنك. وبتقول لها ميليدا ما عادش فيه حاجة عشان تقلقي عليها بعد الآن. وجت ميرفا وبتقول ميليدا انجل، الطريقة اللي قاتلت بيها شبه قتال فئة الساموراي زي معلمك بالظبط. وبتقول ميليدا دي مش مانت ميرفا، بتقول لها انت مين؟ فبتتحول ميرفا لبلاك ماديا وبتضرب ضربة قوية جدا في القصر، تضرب ميليدا وأليس وهم بيهربوا، ولسه هتضربها ميليدا لكن بتضربها ماديا ضربة قوية هي وأليس. وبيجوا حراس القصر وبتضربها وبيقولوا انت محتالة، دخلت من غير اذن، تأمر ضدنا امر مهين. وبتضربهم ماديا ولسه هتضرب ميليدا وأليس لكن كوفا بيتصدى لضربتها وبيقول لها بشكرك على تحطيم الحارستين. وبيضربها كوفا بتكون من غير الملابس بتاعتها وبيقول لها كوفا عرفت عنك كل حاجة، وجهك وجسدك والمنى بتاعتك. بتقول له مش هقدر ارجع المنزل بالوضع ده. وبيدي لها كوفا جواب وبيقول لها اعطي الجواب ده للوالد، وبيقول لها ده تقرير اضافي وهسيب الوالد يحكم بنفسه بعد قراءة التقرير ده. وميليدا وأليس واقفين في المدرسة وبتقول لها ميليدا اسمعي يا أليس، بفكر اننا نشكل وحدة جديدة وحدتي الخاصة ومش هسمح بحد انه يناديني بعديمة القيمة تاني. وبتسألها تنضم لوحدتي يا أليس مش كده؟ وبتحضنها أليس وبتقول لها اسمحي لي انضم لوحدتك يا ميليدا. بتقول لها اتشرف بداية أليس. كانت ميليدا وأليس ماشيين بالليل ومفيش اي حد صاحي ومعاها فانوس منور، بتعمل ميليدا اشارة بيه وبيظهر من الشباك نفس الاشارة، وبتكون ميول لمر وصاحبتها سالة بتقابلوا هما الاربعة وبيبصوا ناحية الباب المظلم. وبتقول ميليدا موقع اللقاء موجود على الجانب الآخر من الممر المائي. وبتقول ميول لمر وإيه الموجود هناك؟ بتقول ميليدا هناك مكتبة وما تقلقوش لو قابلنا المشرفة اللي بتقوم بالدورية. وبيخشوا المكان وبيكون في بنات كتير جدا قاعدين جوه. وبتقول بنت لكل البنات اللي من مدرسة دوتريش أنا بشكركم لأنكم قابلتوا الدعوة، وبشكر اللي من مدرسة القديسة فريد سويد. وبتقول هنقوم بحفل ختام بطولة اللونا لومير. وبتقول سالة ده كحول. بتقول ميول لومر ده عصير. بتقول كيرا دي حفلة غير رسمية وعملناها بنفسنا. وكانت بتاكل ميليدا الكيك وبتقول ما كنتش متخيلة تكون في حفلة ختام غير رسمية. وبتقول أليس الأسرار دي بتخلي قلبي يخفق من شدة الحماس. وبتيجي كيرا وبتقول لهم مستمتعين، وبتقول لهم ما ظهرتش قدراتي الحقيقية لما انتصرت المرة دي ومش بحسبه إنه نصر حقيقي. في المرة اللي جاية خليكوا تشوفوا نتيجة فوز واضحة وضوح الشمس. بيقولوا لها أكيد. بتقول ميول لمر مع كامل احترامي بكلمك كعاشقة للعديد من الروايات، مفروض تاخدي الحذر لما تتكلمي بثقة عالية عن قتال لسه مستقبله بعيد. وبتقول لها كيرا لما بعلن عن نصر مبكرا فده هيخلي الأجواء أكتر حماس. كانوا قاعدين بيتكلموا عن قصص وبتتكلم ميول عن قصة وبتقول قصة مشهورة في الحي المقدس واللي بتشير باسم مدينة المياه. وبتقول من زمن بعيد كان هناك زوجان انتقلوا للحي المقدس هربانين من عالم الليل إلى فلندور باحثين عن حياة جديدة، ولكن كانوا بيهاجموهم سكان فلندور دايما بسبب العنصرية. الزوج ما كانش بيلاقي عمل وكان بيعامل زوجته بشكل قاسي ومع ذلك كانت بتتحمله من غير ما تشتكي. وفي يوم من الأيام فقد الزوج عقله وطعن زوجته لحد ما ماتت بسكين وخرج قلبها في إيده وطلع يجري وهو خايف ومعاه القلب في إيده. وهو بيجري وقع على الأرض ووقع قلب زوجته. وفي اللحظة دي سمع صوت بيقول له حصل لك حاجة؟ حصلت معجزة والقلب اتكلم. ورجع الزوج لعقله وعرف مقدار الحب اللي زوجته كانت بتحبه بيها، وحضن الرجل قلب زوجته ورمى نفسه في المية. وبعد كده هما الاتنين فرقوا الحياة. بتقول ميليدا ايه القصة الحزينة دي؟ وبتقول سالة في تكملة للقصة دي. وبتقول جثة الزوجة منزوعة القلب كانت بتحمل طغينة شديدة وبدأت بالتحرك. المرأة دي كانت بتتجول في أرجاء المدينة باحثة عن قلبها وبقت اسمها الساحرة الرمادية، وكانت بتهاجم فتيات كتير وبعد كده بتنتزع قلوبهم وما زالت مستمرة. وكانت أليس خايفة جدا من القصة دي. بتقول ميليدا مش مصدقة ان في قلب بيتكلم. وبتقول ميول كانت في سلاسل من جرائم القتل المرعبة في فلندور وكانت قلوب الضحايا منزوعة من أجسادهم، وفجأة الشموع كلها بتنطفي والكل اتفاجئ. وبتقول كيرا ان ده الهوا دخل من بره. وبتقول كيرا لصاحبتها هاتي اعواد الثقوب. وبتظهر بنت وبتقول ميليدا الساحرة الرمادية جت عشان تنتزع قلوبنا. وبتقول كيرا اهربوا كلكم بسرعة. وبتطير الساحرة على كيرا وبتضربها. بدأوا يهربوا. وبتقول ميول انها مش بتطاردنا، بتقول لهم انتوا بخير. وبتقول ميليدا يلا نرجع للأوض بتاعتنا بسرعة.
وهم ماشيين بتقول ميليدا ان ممكن تكون صاحبة القبعة المدببة هي الساحرة الرمادية. بتقول ميول مش عارفة، لكن كيرا هزمت بسهولة، من الواضح انها مش شخص عادي. وبتقول ميليدا لو قلت لمعلمي كوفا اكيد هيعرف مين دي. وبتقف ميليدا وبيقولها في ايه؟ بتقول لهم دوست على حاجة شيء اسفنجي. بيقولها ايه ده؟ بتقول لهم معرفش، شيء طري وبارد وناعم، هيعقل انها اشلاء. وبتقول يلا نرجع بسرعة. وطلعوا يجروا وبيقعوا بتنزل عليهم حاجات غريبة وبيطلعوا يجروا، لكن الشموع كلها بتنطفي تاني. تظهر الساحرة تاني. سلا بتقول لها مش هخليك تقربي منهم، وبتروح سلا عليها لكن بتضربها. ميليدا بتحضر قوة نصل وميد السراب عشان تضربها بيها. الساحرة بتتصدى ليها بكل سهولة، وبتقول ميليدا انها قوية وقوية جدا، وبتقول اهربوا بسرعة. وبيجروا والساحرة بتجري وراهم وبيقدروا يطلعوا. وبيظهر كوفا وفرحوا جدا انه جه، وبيقولوا له احنا في مأزق. وبيقول لهم انا كمان بمر بوقت صعب، ممكن تساعدوني بالبحث عن حاجة؟ بيقول لهم ببحث عن قلب المنزوع. وبيصوتوا، لكن في الاخر قال لهم ان ده مقلب وده صلصة طماطم. بيقولوا عرفت ازاي اننا هنعمل حفلة؟ قال لهم ان روزيتي هي اللي عرفت وقالت لي. وبتقول له ميليدا مين الساحرة الرمادية اللي ظهرت دي؟ قال لها كانت روزيتي، كانت متنكرة واستخدمت طلاق للوجع عشان محدش يعرفها. على الارجح كان مقلب استمتعنا بيه. وبتقول له ميليدا ايه الحاجات الغريبة اللي كانت في الممر المائي؟ بيقول لها كانت بيكس جيم، دي لعبة. وبتقول له انت اللي خليت الحاجات دي تنزل علينا؟ بيقول لهم انا اسف، ما كنتش اعرف انها هتصيبكم بالظهر كده. فضلوا يزعقوا ليه واتضايقوا منه جدا. وبيقول لهم مش انا اللي المفروض اتشتم، روزيتي هي اللي المفروض تتشتم، ودلوقتي ممكن ترجعوا على غرفكم. وما كانوش قادرين يتحركوا بسبب الخوف. وكوفا خلوهم يناموا على السرير بتاعه، كان قاعد جنبهم وبيقرأ كتاب. وخلص قراءة الكتاب وجاي يقوم، لكن ميليدا بتمسك ايده وبيقول باين ان اسهر طول الليل. ما هو انت اللي جبته لنفسك بصراحة يا كوفا. تبدأ الحكاية وميليدا بتقول لكوفا انت مش بتظهر مراعاة كافية لظروف السيدات، لو كنت ناوي انك تيجي فكنت تقول لي عشان اكون مستعدة والبس هدومي. وبيقول لها كوفا انت مفكرة ان قاتل هينتظرك لحد ما تستعدي وتلبسي هدومك؟ وبتقول له انت مش قاتل عشان استعجل كده. وفي الوقت ده كان واحد معدي وبيدي كوفا حاجة وبيقول له ده عقار يمكن لشخص واحد بس انه ياخده، فكر كويس قبل ما تستخدمه. وبتيجي روزيتي وبتقول له كوفا كنت بدور عليك. وبيقول لها في عمل يخصني؟ بتقول له مش عمل. وبتقول له هي خجولة اعتقد انك الوحيد اللي تقدر تعمله. وبتقول له ايه رايك انك تتجوزني؟ اتفاجئت ميليدا من اللي بتقوله. كوفا بيقول لها والدك اختار زوج ليكي وعشان ترفضيه قلت له انا عندي حبيب ووعدته ان اعيش معاه في المستقبل، صح؟ بتقول له روزيتي بالظبط. ميليدا كانت مذهولة من اللي بيحصل. وبتقول لها أليس اهدي يا ميليدا. بتقول له روزيتي انا بحب والدي فعشان كده مش هعرف ارفض مباشرة. وبتقول له عشان كده في الوقت ده اتظاهر انك حبيبي. وبيقول كوفا ما عنديش حل. ووافق كوفا. وكانت روزيتي مبسوطة وبتشكره. وميليدا كانت متضايقة جدا. كانوا ماشيين وماسك روزيتي ايد كوفا، لكن ميليدا بتتضايق وبتروح تمسك ايده. تظهر واحدة وبتقول يا لها من اهانة للذوق العام، ومتضايقة انهم هما الاتنين ماسكين في ايد كوفا. بتقول روزيتي دي ستاتشي سان من مجلس الادارة. وبتروح على أليس وبتمسك ايديها وبتقول لها مبسوطة بلقائك يا أليس انجل، انا سمعت كتير عنك وعن قوتك كبلدن على النحو من الفتاة المفتقرة للموهبة باحصائياتها السيئة اللي مش بتليق بفئة البلدن، بالاضافة انها جابت معلم من سن الزواج. تتعصب ميليدا وكانت هتتكلم، لكن في عربية بحصان جت وطلع ان ده ابو روزيتي. وبتقول ستاتشي سان المركيز بريكت. وبيقول لها روزيتي ابنتي الغالية، وكان بيرحب ببنته بصوت عالي. بتقول له روزيتي وقف ده يا والدي فده محرج. كريستا بتقول له شكرا على حضورك يا حضرة اللورد. وبيضحك وبيقول ده مؤكد، فعشان الرحلة التدريبية تحديدا مش هيكون فيها مرشد احسن مني. بتقول أليس لروزيتي ليه والدك موجود في المدرسة؟ بتقول لها لانه واجهت الرحلة التدريبية في شنغراطة. كوفا بيقول شنغراطة دي مسقط رأس روزيتي والمركيز براكت. بتقول روزيتي انت ايه اللي عرفك بكده يا كوفا؟ بيقول لها بسبب مجال عملي. بالحديث عن المركيز براكت فمفيش حد في مجال عملي ما يعرفوش، فهو سيد الهندسة الوراثية. بتقول لورد براكت احنا هنمشي من الطريق ده. وبيقول لها تمام وبيمشي. وميليدا بتقول لكوفا المفروض اننا نمشي احنا كمان. بيقول لها اسف يا ميليدا فانا حاسس ان مش بخير فبعتذر على حضور الاجتماع. بتقول له ميليدا يعقل ان الكلام اللي قاله المركيز براكت ضايقك؟ بيقول لها ابدا، طالما انك بتعترفي بيا وبتقدريني هكون قادر على الايمان بنفسي. وبيمشي كوفا وبيخش الاجتماع. وكانت ميليدا بتفكر ان في امر غريب في سلوك كوفا، الموضوع ده اكيد ضايقه. أليس بتقول لي ميليدا ايه اللي حصل؟ شكلك متوتره. بتقول لها بفكر ليه معلمي ما كلمنيش على اي حاجه مضايقاه. وبتقوم وبتقول انا قلقانه على معلمي هدور عليه. وبتخرج ميليدا من الاجتماع عشان تروح تدور عليه. وهي بتجري ميليدا بتقول لها المعلمه لقوى انت رايحه فين؟ الاجتماع لسه ما خلص. وبتسمع ميليدا صوت في راسها بيقول لا تقترب. بتقول لها
لاكوا ايه اللي حصل لك؟ وبيجي برضه نفس الشعور في راسها وبيقول اللعنه على ملك جليد النار الازرق. وبتقول ميليدا ايه الصوت ده؟ لاكوا بتقول لها صوت ايه؟ بتقول ميليدا في نفسها ازاي المعلمه لاكوا ما سمعتش الصوت ده، وبيسمعوا صوت صريخ حد في اخر الممر وبيجروا عشان يشوفوا في ايه. بيلاقوا انه في واحده فاقده الوعي. بتقول كريستا فقدت الوعي ومفيش اي اصابات خارجيه. شافت ميليدا كوفا وهو واقف ورا، وبتروح له ميليدا وبتقول له ايه اللي بيحصل؟ بيقول لها معرفش انا لسه جاي دلوقتي. اللورد براكت بيقول ارجعوا كلكم لورا، من المهم الحفاظ على مسرح الجريمه، واسمحوا لي ان اوريكم بعض السحر الرفيع اللي عندي. وبيقول دي احد اختراعاتي الثوريه، عامل متبخر يتتبع اي اثر للمانا، مما يعني انها تنتشر في الارجاء وتكتشف لينا اي مانا كانت موجوده في مسرح الجريمه. وبيحط المحلول ده في النار وبينتشر في المكان، وظهرت المانا باللون الازرق. بيقول اللورد دي مانة رجل، ودي لشخص قرب يوصل لسن البلوغ، لا دي مانة المراهق. وبيبصوا كلهم على كوفا ومذهولين. وبيقول كوفا كل اللي عليا اقوله هو انني لا املك دليل لاثبات براءتي. وكانوا مسافرين في القطر. وبتقول اليس لميليدا ايه غايه الجاني في رايك؟ بتقول لها بتقصد الجاني صاحب اللعب الازرق؟ بتقول لها ايوه. وبيقولوا ان التلميذه فاقده الوعي لكنها لا تعاني من اي اصابات، وايه اللي عاوزه الجاني بفعلته دي؟ بتقول لها ميليدا مش عارفه. وفجاه بيسمعوا صوت الرعد وبيكونوا خايفين. بيجي اللورد براكت وبيقول لهم اول مره تشوفوا البرق يا عصافير؟ وبيقول ان بلدي بتتشهر بالرعد. وبيوصلوا المدينه وبيقولوا اللورد بيرجع الفضل في امتلاء الارض باشكال متنوعه من النباتات الخضراء الى تقنيه معالجات الجينات اللي استحدثتها. تسمع ميليدا صوت بيقول لقد سمحنا لهم بالتوغل الى الداخل وقد وصلوا. بتقول ميليدا صوت الماء. تروح ميليدا عشان تشوف الصوت جاي منين، وبتقول الصوت جاي من ورا الصخره دي، وبتمد ايديها عشان تشوف الصخره. لكن كوفا بيقول لها انت ما اتعلمتيش الدرس يا ميليدا. وبيجي اللورد براكت وبيقول اياكم تقتربوا من المكان ده، دي بقعه غامضه. وبيقول ده عالم مش بينطبق عليه العالم اللي نعرفه بسبب عدم التوازن في المجال المغناطيسي، وتشكلت البقعه دي لتنتج تاثير خارق للطبيعه. وبيجي واحد وهو بيجري وبيقول ده ابن المستقبلي، وبيقول له جيت في الوقت المناسب. ولسه جاي يقول لهم ده خطيب بنتي، لكن بيقول له مش مهم دلوقتي. وبيقول له شخص اخر اتصاب بيها. بيروحوا يشوفوا في ايه، لقوا واحد بيتشنج وعمال يصرخ، ومراته عماله تصرخ وخايفه عليه. اللورد براكت بيقول ارجعوا ورا كلكم. وبيروح براكت وبيقول الباثولوجيه ايه، فات الاوان بالنسبه له، استعدوا لتخليصه. وبيجي واحد معاه سيف وبيقتله. اللورد براكت بيقول اتخلصنا من روحه، وكانوا بيسقفوا له. وبتيجي كريستا وهي متعصبه بيقول ايه معنى ده؟ تنفيذ الاعدام معانا نعتبر جريمه يعاقب عليها القانون. وبيقول لها براكت ده مش اعدام، ده تخليص، فده ابتلى مرض نادر هو بيتسبب بفقدان العقل وبيخليه زي الوحش، مش بيرغب الا بسفك الدماء، عشان كده اي حد بيبتلى بالمرض ده بنخلصه. بتقول ميليدا البلد دي غريبه. روزيتي بتقول لكوفا اسفه لاني ورطتك في المشاكل دي، فكرت انك هترفض تلعب دور الحبيب، ليه ساعدتني؟ وفي الوقت ده بيجي اطفال وبيحضنوا روزيتي. وكوفا بيقول لها عندك عائله جميله. وبتقول له والدي مش بيفرق بين الاطفال اليتامى. وبيقول له الاطفال هتقعدي معانا لحد امتى؟ العبي معانا. وبتقول له في الواقع ذكريات طفولتي مشوشه لانهم قالوا لي ان فقدت عيلتي. وبتقول له بيتبنى ابي الاطفال اليتامى وبيعطوهم عائله جديده. كوفا بيقول لها ده عمل عظيم. وبتقول له ابي فقد زوجته من وقت طويل. وبتقول لها طفله مين دي يا روزيتي؟ وبتقول لهم ده خطيبي. وبتقول ميليدا وهي متضايقه اتبسطت بوقتك يا معلمي. بيقول لها انت غضبانه مني. وبتقول له ايه السبب اللي يخليني متضايق منك برايك؟ وبيقول لها لاني سبتك لوحدك ورحت المكان تاني. وبتقول له معلمي هات الشراب بتاعي ولبسهولي، فانا في النهايه لسه طفله في نظرك. وبيقول لي ميليدا ايه رايك تخرجي معايا دلوقتي؟ وكانوا ماشيين وماسكه ميليدا في ايده ومبسوطه جدا انها معاه. وبيوصلوا المكان وبيقول لها كنت عاوز اوريك المكان ده يا ميليدا، وكانت مبسوطه بالمكان. وبيمسك ايدها وبيقول لها جوه الكهف ده خدعه مثيره، وبيشدها وبيرجع لورا وبيقف بقعه. ويقول لها المكان ده بيسموه بالبقعه الغامضه، الصخور اللي موجوده هنا ممغنطه، فده بيسبب عدم توازن، والمكان ده بيستخدموه للتدريب. وبيقول لها بامكانك حتى في اوضتك خلق بيئه شبه بمجال انعدام الوزن باستخدام الارجوحه الشبكيه. وبيقول لها ايه رايك لما نرجع نعملها؟ وبتقول له اكيد. وبتساله انت ازاي عارف المكان ده؟ وبيقول لها كنت في مهمه قبل كده في المدينه دي. وبيرقصوا مع بعض وبيغطوا كوفا ميليدا عشان تنام. وبتقول له هتبقى تخرج تاني؟ وبتقول له في اي مكان المهم نكون مع بعض. بتقول له اسفه لاني كنت انانيه النهارده، كنت عاوز اكون انا الوحيده اللي اعرفك، عارفه انه تصرف اناني. وبتنام ميليدا وبيقول كوفا انت اول شخص يشعر بالطريقه دي اتجاهي، فانا مش عارف ايه اللي المفروض اعمله.
وفي تاني يوم اللورد براكت بيقول مين اللي هيعمل شيء فظيع زي ده في الميتم بيلاقوا كل الاطفال مقتولين. وبتقول كريستا بما ان مش ظهر عليهم اي اصابات خارجيه فلا شك ان طاقتهم امتصت. وبتقول الامر ده شبيه زي اللي حصل بطلباتنا قبل كده. وبتقول كريستا الميلدا استدعي معلمك عشان نسمع ايه اللي عنده. بتقول لها في الواقع لما صحيت من النوم ما لقيتهوش. وبيقول اللورد براكت مفيش اي شك ان الشاب ده له علاقه بالحوادث اللي حصلت، وبيقول اقبضوا عليه. وبتقول اليس لميلدا في حاجه لازم اتكلم معاكي فيها. وبتقول لها اسفه يا اليس فانا عاوز اكون لوحدي. وكانوا ماشيين والطلاب بيقولوا ليه المعلم كوفا يعمل حاجه زي دي، هل هو فعلا اللي عمل كده؟ بتقول كريستا اسمعوا كلكم، احنا قابلنا حادثه مفجعه فمتخلوش الامر يحبطكم، هنكمل الدروس والتدريب. وبتهرب ميلدا عشان ما تقفش معاهم وهي بتجري بتتفاجئ لقوى بتقول مش متفاجئه لمحاوله هروب الطالبه المتفوقه. وبتقول لو محدش صدقه فانا هقف بصف معلمي واسنده صح. بتقول لها لقوى غيرت رايي فيكي وممكن تكوني محقه في ده، هتكون تحريات ممله حول اثار قدمه. وبتقول لها لقوى عندك اي فكره اننا هنتحرى عن ايه؟ بتقول لها ميلدا مش عارفه لكن مش هرضى ان اقف متكتفه الايد من غير ما اعمل حاجه. وبتقول لها البقع الغامضه كان كوفا بيتكلم عنهم وبيقول ان في ازدياد غير طبيعي لعدد من البقع في البلد دي، وطلب مني حاجه قال لي لو حصل لي حاجه خلي بالك من ميلدا. وبتقول ميلدا معلمي قال كده. وبتقول لها لقوى هنمشي في ارجاء المدينه نطرح شويه اسئله. وبتقول لها هتنكر اني طالبه عشان محدش يشك فيا. وبتدخل الخدامه بتقول مش المفروض تحضروا الدرس. وبتحضر ميلدا لقوى بتقول اختي الصغيره نسيت حاجه في الاوضه. وبتقول لها عشان كده احنا هنا. وبتقول لهم على كده انتوا بتحبوا بعض كاخوات اتفضلوا الشوكولاته. كانوا ماشيين وبتقول لقوى على اي حال يلا نبدا بجمع المعلومات. وبتقول لها ميلدا تمام هحاول. وبتجري ميلدا على اتنين كانوا قاعدين وبتقول لهم المعذره في حاجه عاوز اسال اهل المدينه عنها. وبيقولوا لها ايه هي؟ بتقول لهم كنت بسال عن البقعه الغامضه. ورجعت ميلدا وبتقول قالوا لي ما تقربيش منها وادوني شوكولاته. وبتقول لها لقوى اوريك ازاي بيتم الامر. وراحوا عند محل زهور وبتقول بصوت عالي اختي الكبيره اشتري لي الزهور دي واسمها ايه؟ تطلع صاحبه المحل وبتقول دي مجموعه محليه ودي رمز المدينه لشنغراطه. بتقول لها في الحقيقه يا خاله احنا بنعمل بحث. بتقول لها عن ايه؟ بتقول لها عن ايه البحث ده؟ بتقول لها عن الانجازات العظيمه اللي عملها المركز براكت. وبتقول لها مشروع لتطوير انواع جديده من المحاصيل الزراعيه. وبتقول لها صاحبه محل الورد وتحديدا البقعه الغامضه صح؟ بتقول لها بالظبط وايه هي البقعه الغامضه دي؟ سمعت انها مناطق خطيره. وكانت ماشيه ميلدا مع لقوى وبتقول لها البقعه الغامضه اللي اتكلمت عنها السيده هي غابه الدوامه وكهف انعدام الجاذبيه، المكان الاكثر خوف المنزل المعوج. وبتقول كان براكت صارم جدا في حظر الدخول للمنطقه دي، بيخشوا البيت. وبتقول ميلدا مفيش حاجه هنا. وبتفحص لقوى المكان وبتقول زي ما توقعت المكان ده مش بقعه غامضه، المنزل الخشبي مش معوج بمرور الوقت، هو اتبنى من البدايه بالطريقه دي. وبتقول عشان يخفي شيء داخل ظاهره طبيعيه فعلى الارجح كان هدفه ابقاء اعين الناس بعيد عن المكان ده. وهي بتفحص لقيت قطعه خشب بتفتحها وفي سلم. وبتقول لقوى الميلدا احنا هننزل لكن خليكي جنبي طول الوقت. وبتقول لقوى براهن ان قصد بمنع دخول المتسللين ولو كان مجرد قبو عادي ما كانش هيبنيه عميق كده تحت الارض. وعدم وجود المصابيح ده مخيف. في عباره بتقول ان التعمق للداخل امر مش بينصح به. وصلوا للقبو وبتقول ميلدا زنزانه وبيلاقوا ناس شكلهم غريب ومخيف جدا. وبتقول ميلدا مين دول؟ وبتقول لقوى من ملابسهم انهم من سكان شنغراطه ودي مش جثث عاديه، دول لغارو مستأذبين بشر تأثروا بعمل جين الليل ومتحولوش بشكل كامل. الجثث هي لغارو فاشله. وبتقول لها بصي لدراع الرجل ده. افتكرت ميلدا ان ده الرجل اللي قتلوه في الساحه. وبتقول لقوى عن اي مرض نادر يتحدث. اللي بيحصل في المدينه ده مش مرض، بيتم استخدام السكان هنا للتجارب. المركز براكت بقى مشبوه جدا، العينات اللي بيجمعها على انها مرض تيجي للمكان ده ليستخدموها للتجارب. وافترض ان السبب ده اللي تسبب في زياده البقعه الغامضه. تسمع ميلدا الصوت اللي كانت بتسمعه وبيقول ده مش دماء كافي، اريني المزيد من الدماء. بتقول لها لقوى سمعت اللي بقوله، لكن ميلدا بتقول لها هتكون في حادثه تانية. وبتجري ميلدا وكانت الناس متجمعه وبيقول ان الشخص اتهاجم تاني والمره دي شابه من المدرسه. وبتوصل ميلدا وبتيجي المديره كريستا بتقول لها انت كنت فين؟ وبيخشوا وبيلاقوا روزيتي واليس على الارض وكانت خايفه جدا ميلدا على اليس. وبتسندها وبتقول بتتنفس ومفيش اي اصابات. وبتبص لقيت المعلمه روزيتي غرقانه في دمها وماسكها ابوها وبيعيط وبيقول ليه تكون انت
انت الضحيه يا روزيتي. بتقول لها المديره لما جينا هنا شفنا نفس المشهد اللي انت شفتيه. ميليدا انت ما شاركتيش في التدريب صحيح؟ أليس لاحظت انك مش موجوده فقلقت عليكي فجت هنا عشان تدور عليكي، والمعلمه روزيتي كانت معاها، وفي علامات ان روزيتي خاضت معركه والجاني مش شخص عادي. المركز براكت شال روزيتي وبيقول روح بنتي لسه معانا، احاول اعادتها للحياه. وبتقول ميليدا للمعلمه لاكوا سيبيني انا وأليس لوحدنا. بتقول لها على اي حال مش هنقدر نمشي من البلد دي لحد ما البرق يهدى. وبتقول لها مفيش تهور والتصرف باستهتار. وبتقول ميليدا اسفه يا أليس، لما كنتش مشيت ما كنتش اتورطت في الحادثه دي. وبتفتكر ان أليس كانت عاوزه تقول لها على حاجه، وبتقول لها ايه اللي كنت عاوزه تقولهولي. وبتمسك السيف بتاعها وبتقول أليس انا ضعيفه منحيني قوتي. وبتسمع صوت حد بيزعق وبيقول هاتولي تلميذه الرجل اللي بزي الجيش. وبتيجي صاحبه ميليدا وبتقول ميليدا اخرجي من هنا حالا. بتقول لها حصل ايه؟ بتقول لها المره دي هجم المركز براكت. وبتقول لها الجاني جرح المركز وهرب واخد جثه روزيتي. وفي مسرح الجريمه كانت فيه لهب منى زرقاء. وبتقول حتى المديره ما عادتش قادره تدافع عن معلمك. وبيجي عشان يفتح الباب لكن صاحبه ميليدا بتقفل الباب بالمفتاح. وبتقول لها سكان المدينه مفكرين انك مرتبطه بالمعلم كوفا، وبيقولوا لو اتمكنوا انهم ياخدوكي كرهينه هيجذبوا الجاني. وبتقول لها اهربي يا ميليدا بسرعه. تهرب ميليدا من الشباك وبتجري. وبتقول انا اكشف الحقيقه عشان المعلمه روزيتي وأليس وعشان كمان انقذ المعلم كوفا. وبتوصل المكان اللي كان براكت حذرها منه. وبتقول ميليدا ان البقعه الغامضه هي اكتر من مجرد اماكن تحت تاثير مجال مغناطيسي، وبالاضافه ان المعلم كوفا كان بيحاول انه يخليني بعيد عنه. وبتطلع السيف وبتضرب بيها الصخره وحطمتها. وبتنزل ميليدا للبقعه دي وبتلاقي شبكه عنكبوت وفيها هيكل عظمي، وبتعدي من تحتها وبتلاقي مكان مضيء وبتروح له. وبتلاقي مكان زي المكتبه وفي ورقه موجود فيها توقيع اللورد براكت. تفتح كتابه وبتقول كل اللي مكتوب هنا بيتعلق بعامل جينات الليل. وبتسمع ميليدا الصوت اللي بيجي ليها وبيقول بامكان الشعور به، لقد تسلل شخص ما داخل مسكني القديم، ايها الوغد من انت؟ تمسك ميليدا السيف وبتقول انا بنت البلدن واسمي ميليدا انجل، انت مين؟ اظهر نفسك. وبيضحك وبيقول بلدن، فهمت، هتكوني عينه مفيده جدا في التجارب. خطرت ببالي فكره كويسه. وبتظهر المعلمه روزيتي وهي بعين منى زرقاء ومصاصه دماء. وبتقول لها روزيتي اديني دمائك. وبتقرب منها روزيتي والصوت بيقول احضري لي الدماء. وبتهجم روزيتي على ميليدا لكن كوفا بينقذها وبيمسك ايد روزيتي وبيقول لها اصحي يا روزيتي. والصوت بيقول اظهرت نفسك يا ملك الجليد. وبيتحول كوفا هو كمان لمصاص دماء. وبيقول لها روزيتي انت مش من سكان الظلام، ذكرياتك لما كنت بشريه هتوقفك دلوقتي. بيقول لها افتكري جميع الاشخاص اللي حبوكي. وبيضربها وبتهرب. وبيقول الصوت من غير فائده، فقط اجلس واشاهد المرأة دي تحت سيطرتي. بتبدأ الحكاية وميليدا بتقول له كوفا ايه هيئتك دي؟ بيقول لها ما تقربيش مني. بتقول له ايه اللي هيحصل لو قربت؟ بيروح كوفا على ميليدا وبيوقعها على الارض. بتقول له ميليدا معلمي انت بتعمل ايه؟ بيقول لها انا هجمد اي ذكرى عني في ذاكرتك واحبسها عميقا في فؤادك باستخدام الانما بتاعتي. هكون قادر على ده ومش هيكون في الم، لكن هيكون زي اليوم اللي اتقابلنا فيه وهنبدا من جديد لما قلتلك تشرفت بلقائك. بتقول له مش عاوزه كده. بيقول لها ما تقلقيش، ما يهمش مقدار الذكريات اللي هتنسيها، فانا مش هسيب وظيفتي كمعلم ليكي. محدش هيقبلني بالشكل اللي انا فيه دلوقتي. بخاف لما تنظري ليا كده. سامحيني يا ميليدا، ده مش بيتعلق بمهمتي او واجبي، التصرف ده رغبه شخصيه. بتقول له ميليدا مهما كانت الطريقه اللي بينظر بها العالم ليك فانا لوحدي هكون دايما جنبك. عشان كده يا معلمي خليك واثق فيا، وخصوصا لما اقول اني واثقه فيك. وبتحضنه ميليدا. بتقول له انا معجبه بيك وبحب كل حاجه فيك. بيقول لها ايه اللي عملتيه ده؟ بيقول لها انا مش زيك، انا اتولدت في عالم الليل. وبيقول لها انا نصف رانكلنسروب فده معناه ان عدوك. وبيحكي لها قصته. بيقول الوحش اللورد براكت فانا هجعل ده غذائي الاساسي. بيقول براكت الاطفال بيموتوا. بيقول له براكت مستحيل ابدا تنجح التجربه المرعبه دي. الوحش بيقول له اخرس، صحيح اننا فشلنا بالتحكم بعامل جينات الليل الا ان حبيبتك عايشه. بيقول له من دلوقتي هتحصل حالات اللغارو بشكل متكرر في المدينه، فده يعني انك هتحصل على عينات اختبار بشكل دوري. وبتصحى الجثه وبيقول نصف مصاص دماء. بيقول له المثير للاعجاب انك اتمكنت من اختلاط باطفال الكنيسه. وبيروح كوفا
كوفا وبيعضها وبيقول اسف يا روزي، وبيقول الوحش هتتحول الى وحش يتغذى على البشر، وبتظهر شخصيات وبيقول اقتلوه وبيضربوه، لكن لما بيهجموا عليه بيقتلهم، وبيضرب الرجل وبيقول له ما كنتش اعرف انك من فئة العهد. الوحش بيرد عليه وبيقول له ايه الجرأة اللي انت فيها دي عشان تحاول تقتلني، ولسه يهجم عليه الوحش لكن كوفا بيطير عليه وبيضربه في عينه. الوحش بيقول انا ما عدتش شايف، انا بقيت اعمى، وبيجري الراجل عليه وبيضربه بالمسدس تحت الحزام وبيقضوا على الوحش ده. وبيروح الراجل لكوفا وبيقول له انت بتعمل ايه؟ بيقول له بدفن ذكرياتها، لو نسيتني فهتفقد ادراكها انها مصاصة دماء مرتبطة بيا، وبفعل ده فهي مش هتعاني من الرغبة في امتصاص الدماء. بيقول له كوفا انا ممكن اطلب منك طلب، يمكنك على الاقل تسيب روزي تمشي، وانتم جنود فلندور صح؟ وبيقول الراجل عاجل ام اجلا انها تستعيد بنت ذكرياتها، انها مصاصة دماء ومفيش ضمان انها تهاجم البشر في المستقبل. بيقول له كوفا هراقبها وفي المقابل هكون معاك وسأتعهد بالولاء ليك. بيقول له لو قابلت بعرضك واخدتك فما تكشفش ابدا عن ذكرياتها. بيقول له مش هيكون للبنت ابدا انها تفتكرك، وبيقول له ما عنديش مانع. بيقول له الراجل هتكون وحيد، كل اللي عليك انك هتنظر ليها من بعيد. بيقول له انا مستعد لده. بيقول له انت ازاي تتحمل ده؟ بيقول له كوفا لان عايزها انها تكون سعيده. وبيقول كوفا في الوضع الحالي مفيش مكان في فلندور هيقبل بنصف نسروب ونصف بشري، لو كشفت حقيقتي فيعدموني. بيقول لها توعديني انك مش هتقولي لحد عن اللي اتكلمنا فيه؟ بيقول لها ده وعد، لو اتضح ليا انك مش هتحافظ عليه فهقتلك. بتقول له مفهوم، هحفظ السر لحد ما اموت. بيقول لها الوقت المشكله روزيتي، في حد بيحاول اخراج ذكرياتها. بتقول الانكنسروب اللي سمعت صوته؟ بيقول لها ايوه، وبيقول ان هو المسؤول عن الكابوس اللي حصل في شنغرطة من 7 سنين، اسمه ناكو، وكان متعاون مع البركيز براكت، واعتقد ان هو بيحاول جمع اعداد كبيرة من الاتباع عشان يكونوا قواته العسكرية، وعلشان يحقق الغاية دي اختاروا خطيب لروزيتي على امل ان يكون في نسل من مستخدمي المنى في البلد. بتقول ميليدا عشان كده جابوا المعلمة روزيتي هنا. بيقول لها بالظبط، لما بتخرج روزيتي قوتها فهيئتي الحقيقية بتخرج، ولو ظهرت وشي للناس هتعتبر مجازفة. لما كانش الموضوع كده ما كنتش هكون وحيد يا ميليدا. وبتقول له ميليدا الطريقة اللي استخدمها الراجل ده علشان يأذي المعلمة روزيتي وأليس خلاك تمر بالمحنة دي، ده معصبني جدا. بقول لها وانا كمان، وبقول لها في خطة واحدة بس على تحطيم طموحاته. ميليدا بتقول له ايه اللي هيمنعك؟ بيقول مش هقدر لوحدي، عشان كده يا ميليدا انا هراهن بحياتي ليكي. بتقول له كوفا حياتي مرتبطة دايما بحياتك. وفي الكنيسة بيقولوا كما هو المتوقع عالج المركز براكت روزيتي من اصابتها الخطيرة. ميرفا بتقول لصاحبتها انت مش حاسة ان في شيء مريب في المعلمة روزيتي؟ بتقول يمكن عشان لسه ما استعدتش عافيتها. وبيتم مراسم الزواج، بتخش ميليدا وبتقول وقفوا الزواج ده. بتقول ميليدا للمعلمة روزيتي انا مش هسمح لك بالخروج من منافستنا. وبتقول لها لو كنت هتتجوزي دلوقتي فعليك الاقرار ان حبك لمعلمي ما يجيش مقارنة بحبي ليه. وبتمسك راسها روزيتي عشان وجعتها من الكلام اللي هي بتقوله. وبتقول لها ميليدا انا وكوفا بنحب بعض. وبتقول لها ما عدتش تعملي حاجة تزعجني انا وأليس. تتضايق روزيتي وبتتعصب وبتقول لها بتحبيه مش هخلي الموضوع ده يمر مرار الكرام. وبتقول لها كان عندي شعور بان الوقت اللي هسوي فيه الامور معاكي جاي لا محالة. وبتقول لها ميليدا انا مستعدة ان اوريك الارتباط اللي بيجمعني بمعلمي. وبتقول روزيتي وهي متعصبة من هي اللي بتحمل مشاعر اقوى تجاه كوفا، انها المعركة. روزيتي بتحضر قوة رقصة البولكا الاسبانية، وميلدا بتجهز شفرة السراب قوة الريش المقدس وبتضربها بيها. روزيتي بتقول ده كان هجوم ضعيف جدا، واللهب بيجي على الرجل وبيتحول الراجل لعنكبوت صغير. وبتقول له ميليدا هتموت لو مش هتقاتل. وبيتحول للراجل اللي بيتسبب في قتل الاطفال. وبيقول لها عملتيها فعلا يا ميليدا. بتقول ميليدا اللي واقف قدامك ده هو لانكنسروب. وبيقول يبدو اني قللت منك يا ميليدا، سعيد اني شفتك، اسمي هو ناكو، انا لانكنسروب وراكني. وبيقولوا اهزموه، لكن بيدمر المكان وبيهرب. بتقول روزيتي مش بالسرعه دي، وبتجري وراه روزيتي وبيقول لها افتكرت دلوقتي؟ وبتقول له ايوه فاكره كل حاجه اجبرتني عليها. وبتقول له انت اللي كنت ورا كل الكوارث دي. وبيمسكها من رقبتها وبيقول لها بعد احباط خططي مفيش قدامي خيار اخر، كمستخدمه للمانع كل اللي عليا فعله هو الاستيلاء على جسدك. وخنقها وخلاص روزيتي كانت هتموت، لكن كوفا بيجي وبيقول ابعد عن اختي الصغيره، وبيضربها
بتضربه بيقول ملك الجليد بيقول لها كوفا اصحي يا روزي. روزيتي بتتحول لمصاص الدماء، وكوفا بيقول لها هنقتل اللعين ده، وبيقول انا احد اللوردات العظماء اللي بيحكموا عالم الليل، وبيتحول لوحش وبيضربوا كوفا لكن بيتصدى لكل ضرباته وبتضربه روزيتي. لسه جاي عشان يضربهم لكن بيتفادوا الضربه، وبتحضر روزيتي قوه الغيم ستروم وبتضربها بيه ضربه قويه جدا، وبيروح كوفا عليه وبيضربه ضربه قويه وبيقضوا عليه وبيتحول لغبار، وبيضحك وبيقول بلا فايده مش هتقدروا تقتلوني بالكامل بسبب قدره الانقسام اللي عندي. روزيتي بتقول بالمعدل ده هيرجع تاني. كوفا بيقول لها المره دي مختلفه عن اللي حصل قبل 7 سنوات، وبيهرب وبيطلع عند الكنيسه لكن بيقابلوه جميع طلاب المدرسه ومعاهم ميليدا، وكلهم فضلوا يضربوا فيه وبيقضوا عليه. روزيتي بتقول لكوفا فاكره كل حاجه دلوقتي، وبتحضنه وبتقول له عنك وعلى كل شيء انا افتكرته. كوفا بيشلها عن الحركه وبيقول لها اختم ذكرياتك تاني. بتقول لا مش عاوزه كده. بيقول لها كوفا مش عاوزك تكوني عارفه انك مصاص الدماء عشان تقدري تعيشي مع المجتمع. وبيقول لها ده الاتفاق اللي اتفقته مع نقابتي، ارجوكي فهميني. بتقول له انا كنت عاوز اكون جنبك. بيقول لها كوفا المكان بارد هنا، عاوزك تبتسمي في مكان مشرق. بتقول له مش عاوز انساك. بيقول لها ما تقلقيش فانا دايما وابدا هكون مراقبك يا روزي، وعشان كده ما تقلقيش ابدا وارتاحي. وكان المركز براكت عند مراته اللي ماتت، وبيقول وهو بيعيط ايه اللي المفروض اعمله. وبيجي كوفا وبيقول له ما رضيتش ابدا انك تدخلني الغرفه دي. بيقول له براكت هو انت؟ بيقول له كوفا المراه دي زوجتك بدات تتحول للكنسروب، واستخدمت قدره ناكو لايقاف التحول صح؟ انقاذها كان جزء من الاتفاق اللي اتفقته مع ناكو. وبقول براكت ايه كنت اعمله غير كده؟ ما كنتش اقدر اعمل اي شيء لو ناكو ما ادانيش قوته. كوفا بيقول له فاكر يا حضره المركز لما كنت صغير لما تعرضت انا ووالدتي للاضطهاد في البلد دي وكنا هنموت واحنا بنعاني من كده، رحبت بينا وخليتنا نقعد في كنيستك، كنت موجود لما كانت امي على فراش الموت، وبعدها منحتني عائله جديده لما اصبحت يتيم. وبيقول له براكت ده كان مجرد اعانه مني. كوفا بيقول له العقار ده بيعيد الانكنسروب الغير مكتمل اللي بشري من جديد، واعتبرها المره الوحيده اللي بظهر فيها بر الابن لابوه. وبيشربها كوفا العقار وبترجع تاني للحياه. بيقول كوفا وداعا يا ابي. وهم راكبين القطر وراجعين ميليدا بتقول لأليس انا مبسوطه انك صحيتي يا أليس. بتقول لها ممكن تكون انت محقه فانا في حاجه مش هقدر انفذها لوحدي. بتقول لها أليس حصل حاجه وانا كنت نايمه؟ بتقول لها ميليدا ما حصلش حاجه مهمه. بتقول لها اضربك لو ما قلتيش، وفضلوا يهزروا مع بعض. روزيتي بتقول لكوفا لسبب ما فذاكرتي مشوشه لما كنت في البلد. بيقول لها كوفا مفيش داعي انك تجبري نفسك عشان تفتكري. بيقول لها ما عندكيش مشكله لو رجعنا بسرعه. بتقول له لا مفيش مشكله. بتقول له بالاضافه ان عندي عمل هقوم بيه، كان عندي هدف محدد لما انضميت لفيلك كريس. بيقول لها هدف؟ بتقول له ايوه في شخص عاوز اشوفه تاني لما كنت صغيره اشعر اللي كان جنبي طول الوقت لكن مش متذكره وجهه ولا اسمه. وبتقول له على اي حال خطتي ان اصبح مشهوره. كوفا بيقول لها كده هيتمكن الشخص انه يلاقيكي. بتقول له بالظبط. وبتيجي ميليدا بتقعد جنب كوفا وبتتعصب روزيتي وتقول لها المكان ده بتاعي. بتقول لها ميليدا ليه مش انت ما عدتش بتتظاهر انك حبيبته؟ بالاضافه ان انا ومعلمي بنحب بعض. تقول لها روزيتي ايه حكايه الموضوع ده؟ وبيضحك كوفا ورجعوا لفلاندور. بتقول كريستا اقتربنا من نهايه العام الدراسي، اتى بسرعه اليوم اللي هتسيب فيه طالبات السنه الثالثه المدرسه ليستكشفوا العالم، لكن في حدث رئيسي قبل ده، في امتحان شهاده اميره مكتبه فيبرياغوت. ميليدا بتقول ايه الفيبرياغوت دي؟ كوفا بيقول لها الاسم العام اللي بيطلق عليه المتاهه الضخمه اللي بتقبع في القسم المركزي للفلاندور. بيقول لها من الافضل انك تتصور المكان ده على انه نوع من المكتبات وبتحتوي على مختلف انواع النصوص اللي بيصل عددها الى مئات الملايين. بتقول ميليدا مذهل واختبار الشهاده صعب بالاضافه انه خطير. كوفا بيقول ما تقلقوش اللي بيخضعوا للاختبار ده هم طالبات السنه الثانيه والثالثه. كريستا بتيجي وبتقول لميليدا وأليس تحبوا تشاركوا في امتحان الشهاده العام ده؟ كوفا بيقول مع كامل احترامي يا حضره المديره لسه الطالبتين في سنه اولى. بتقول كريستا انتم كنتم مترشحين في بطوله اللون لومير، على الرغم من انكم في السنه الاولى عاوز اثبت انكم تستحقوا انكم تبقوا من مرشحين اللون لومير، ما يهمنيش سواء نجحتوا في الامتحان او لا. كريستا كانت بتزعق وبتقول انت مين؟ بيقول انا مش شخص مريب، جيت هنا عشان اشوف بنتي. بتقول له كريستا بنتك مين؟ بيدور عليها بيقول ميليدا انجل. بتبدا الحكايه بيقول الراجل كنت عاوز اشوفك يا ميليدا يا بنتي. كل اللي في المدرسه مذهولين وبيقول له فكرنا اللي في ليغو السما هو والد ميليدا. وبيقول الرجل في ليغو السما ده شيطان دمر العلاقه اللي كانت بتجمعني بميليدا وسرق مني بنتي. بيقول لها ميليدا بنتي باين انك اتعذبت كتير. بتقول له انت مين؟ بيقول لها انا ابوكي.
بيقرب منها لكن كوفا بيضربه بسيفه وبيقول له امشي، وبيعمل حركات بهلوانية وبيطير عند الشباك وبيقول يا ميليدا اتبسطت اني شفتك في الفترة القصيرة دي، لكن صاحبك العنيف ده بيزعجني، وبيرمي القبعة بتاعته وبعد كده بيختفي. وكان كوفا بيدلك جسم ميليدا بتقول له انا بفكر في اللي حصل الصبح في المدرسة. بيقول لها كوفا انا قلت لك في اليوم اللي فحصت فيه المانة بتاعتك لاول مرة ان في احتمال ظهور شخص هيحاول يعمل شائعات حولك، في ناس بتحاول الحاق العار بكرامة عائلة الانجل. بتقول له ميليدا انا اعتقد ان الراجل اللي شفته الصبح مش بتربطه اي علاقة بامي. بيقول لها انا معاكي في الرأي ده، لكن العدو بيفكر في الكتير من المكائد ليكي. بتقول له ميليدا في حاجة اقدر اعملها يا معلمي؟ بيقول لها هعمل لك اختبار. بيقول لها هتشاركي في امتحان شهادة امينة مكتبة فيبرياغوت وهتعديه. بتقول له مش الامتحان ده صعب وخطير؟ بيقول لها دي مرحلة مثالية عشان تخليهم يعرفوا قد ايه انت مستعدة، الاعداء والناس كمان. بتقول له ايه اللي هيحصل لو ما قدرتش اعدي الاختبار بتاع الامتحان؟ هتسيب القصر ده للابد؟ بيحط ايده على وشها وبيقول ده صحيح وفي عقاب. بتقول له عقاب ايه؟ الموضوع ده مخيف بالنسبه لي. بقول لها ده سر دلوقتي، كل اللي عليكي انك تتقدمي للامام بدون خوف. بتقول له في الحاله دي لو اجتزت الامتحان هتديني مكافاه. بيقول لها عاوز اعرف ايه هي طلباتك الانيه اللي بتسبب لي المشاكل. بروح عند المكتبه عشان الامتحان. بتقول ميليدا هبذل اقصى مجهود ليا. كوفا بيقول لها مع السلامه يا ميليدا، هنتظر عودتك. وبيستعدوا عشان ينزلوا تحت، وكان ماسك كوفا ايد ميليدا لحد ما تنزل، وفضلت تبص لكوفا وسابوا ايد بعض والمصعد نزل. كريستا بتقول عندكم فكرة عامة عن امتحان الشهادة صحيح؟ وبتقول فيبرياغوت تعجب الأشباح ومناقي المكاتب اللي كانوا بيشتغلوا فيها، وبيراقبوا المتسللين اللي بيحاولوا ياخدوا الكتب من غير إذن. كل ما انخفضت الطوابق زادت قوة الأشباح، فما تنزلوش للطوابق دي من غير فايدة. وبيقف المصعد وبتقول كريستا لسه ما نزلناش لفيبرياغوت، في حاجة غريبة وفي حاجات غريبة بتطلع. والمصعد اتكسر. كوفا كان لسه واقف عند المصعد. بتيجي راهبة بتقول مديرة المدرسة هنا. بيقول لها كوفا نزلت لمكان الامتحان. بتقول ايه التوقيت السيء ده؟ انا في مأزق. بتقول مش هينفع اخلي الضيف ينتظر. صحيح يا معلم كوفا، ممكن تهتم انت بالضيف؟ بيقول لها مفيش مانع. مين هو الضيف؟ بتقول والد ميليدا انجل، الدوق فيلاغوس انجل. بيعرفوا كوفا على نفسه وبيقول انا المعلم الخاص لميليدا، اسمي كوفا فامبير. بيقول له ايه اللي حصل مع ميليدا والمديرة؟ بيقول له هم حاليا مشاركين في امتحان شهادة امينة مكتبة فيبرياغوت. بيقول له فيلاغوس بتشارك في الاختبار وهي لسه طالبة في السنة الأولى؟ فهمت، هي بتشارك بالاسم فقط صح؟ كوفا بيقول له مع كامل احترامي ليك من أجل الحصول على مؤهل أمينة مكتبة المتاهة. بتقوم ميليدا وأليس باستكشاف فيبرياغوت بشكل جدي. بيقول له فلاغوس مش محتاجة ميليدا لمؤهل أمينة مكتبة المتاهة حتى حالا، وده إشعار بانسحاب ميليدا أنجل من المدرسة. في نهاية العام الدراسي هخرج ميليدا من المدرسة وهرجعها مقر الإقامة الرئيسي. بشكرك على عملك لحد اللحظة دي. بيقول له كوفا أرجوك يا حضرة الدوق فيلاغوس، ليه اخترت الوقت ده بقطع الطريق عليها؟ بيقول له سمعت بالشخص المشبوه اللي دخل حرم المدرسي امبارح، ده خطأ انا. كنت عارف ان وضع البنت في مكان عام هيسمح للنوايا الشريرة اذيتها. كوفا بيقول له لو كان بامكانك الانتظار سنة واحدة بس انا واثق من مقدرتي على ايصال نتائج ترضيك. بيقول له انت بتعلق امال في امكانيات ميليدا، البنت مش مدركة امكانياتها. كوفا بيقول له فاهم كلامك، ميليدا ما زالت عديمة الخبرة، مع ذلك عندي شعور بامكانيات غير محدودة منها. انا واثق بكده، مفيش حد في العالم يفهم ميليدا اكتر مني. بتيجي رهيبة وبتقول معلم كوفا في مصيبة، الشعار ده جه المدرسة من شوية. بيقول الدوق فيلاغوس الاشعار ده لنقابة غريمفيس. بيقرأ الرسالة بتقول جوع الشيطان قد بلغ ذروته، الكتب المكتوبة بدم البنتين هتملأ المكتبة كلها. كوفا بيقول البنتين في خطر، وفي حاجة غريبة بتنزل ميليدا وأليس في مكان. بتقول ميليدا دي المتاهة الضخمة فيبرياغوت، فين المديرة وباقي البنات؟ وبتشوف ميليدا ان في حد نازل وبيكونوا سلاشا وميول. ميول بتقول حاسة ان عدت فترة طويلة، انا على يقين انكم بتحترقوا عشان تشوفوني تاني. وبيظهروا بنات المدرسة والمديرة بتقول انتوا بخير؟ بتقول لهم ما تخافوش. بتقول لها بنت ارجوكي فهمينا ايه اللي بيحصل معانا. بتقول النباتات اللي غطت المصعد فجأة كانت وهم من خلال النص السحري واخداع بيرونا، وبسبب تأثيره نزلنا عميقا داخل المتاهة. وبتقول لها ليه حصل ده؟ بتقول لنترك امر التعمق في التفاصيل لوقت
وقت تاني. المهم دلوقتي اننا نرجع كلنا بامان للمدرسه. بتقول لها ما شفتش ميليدا ولا أليس في اي مكان. كريستا بتقول المفروض اننا نحذر المدرسه ونطلب المساعده، وبيظهروا شخصيتين وبيقولوا ما فيش حد هيرجع. كريستا بتقول له انت عملت الفخ ده؟ بيقول لها ما عنديش اي فكره على اللي بتتكلمي عنه. وبيهجموا عليهم وبتضربهم كريستا وبتقضي عليهم. وبيظهر شخص شكله مخيف وبيقول لها اتشرفت بلقائك يا مديره، اسمي كرودول، حوري نقابه غرينفيس المنظمه الشريره. انا لانكنسروب اصطناعي اشتهر بسمعته كمستحضر للارواح. وبتقول ليه بتستهدفوا طلبات مدرستي؟ بيقول لها الرجال الاموات لا يحكون حكايات، وبيحضر قوه وبيعيد كل اللي ماتوا للحياه تاني. لكن بتضربهم كريستا. كرودول بيضرب المديره في ظهرها بالسيف. اتصابت كريستا اصابه خطيره وبيدي امر على جميع الارواح انهم يضربوها. لكن في الوقت ده كوفا بيجي وبيقضي عليهم بضربه واحده. كرودول بيعيد ارواحهم تاني لكن كوفا بيقتلهم. وبيهجم كوفا على كرودول وبيقضي عليه وبيموتوا جميع الارواح اللي كانت موجوده. كريستا بتقول لكوفا خلي بالك من الطلاب. لكن كرودول بيتحول لهيكل عظمي ضخم وبيقول انا اصبحت ملك للارواح. وبتظهر ارواح كتيره جدا وبيقول كوفا هربوا وبيقربوا عند البوابه. لكن بيظهر كرودول وبيؤمر الارواح دي انها تهجم عليهم. كوفا بيضربهم وبيقول مش هقدر احاربهم وانا في هيئتي البشريه ولسه جاي عشان يتحول لمصاص دماء. لكن بيظهر ويليام جين. كوفا بيقول له وصلت في الوقت المناسب. ويليام جين بيقيد الوحش. بيقول له الوحش انت ليه هنا؟ عليك اللعنه يا خائن، هتدفع تمن ده غالي يا جين. بيقول له اسمي هو ويليام وبيقضي عليه. كوفا بيقول له ما كنتش معتقد انك هتيجي، انا بشكرك. وبيقول له ويليام زي ما بيقولوا ما ينفعش ترقص برجل واحده. وبتيجي بنته وبتشكره وبتقول له احنا مدينين ليك بحياتنا، بنشكرك يا فارس الضمادات. وبيقول لها ما عملتش حاجه كبيره. بيقول ويليام لكوفا في مشكله تانية، نقابه غرينفيس ارسلت التهديد ليك عشان تبعدك عن المدرسه. المره دي ميليدا مش الهدف طلاب المدرسه انهم بينوا اسكات جميع الشهود قبل ما تتذاع المساله المتعلقه بوالدها المزيف. وبيقول كوفا قرار كان صائب لما سبت الفتيات في المدرسه. جميع طلاب المدرسه بيقضوا على الارواح اللي هاجمتهم. وبيقول لهم كوفا ما تقلقوش هستعيد ميليدا وأليس بخير. الجد مديره بيجي وبيقول لا شك انك ويليام جين، سمعت انك عاوز تنضم لنقابتنا. بيقول له لا انا بس عاوز اتبادل المعلومات. بيقول له ايه اللي عاوز تعرفه؟ بيقول له لو شاركتوني نتائج بحثكم عن كيفيه اعاده الانكنسروب لبشري انا هشتغل ليكوا جاسوس وازودكم بمعلومات النشاطات الاجراميه، ايه رايك؟ بيقول له عاوز ترجع لبشري؟ بيقول له اسالك مالوش علاقه بموضوعنا، اجيبني بنعم او لا. بقول له اقرر لو كنت مفيد ليا بناء على ادائك مستقبلا، موافق؟ بيقول له ويليام ده اللي هعمله دلوقتي. كوفا بيقول له ايه اللي جابك هنا؟ بيقول له حصلنا على معلومات من الدوك لامور اللي بيدير المكان ده. بيقول ان رصد حركه غير متوقعه عند بوابتين تؤديان الى فيبريغوت. في بوابه بتديرها شيكزال احد العوائل الكبرى. البوابه في الطابق ال18. بما ان المساله بتتعلق بالتحقيق فانت الرجل المناسب للمهمه دي يا كوفا. وبتمسك ميليدا ميول وبتقول لها ليه عملت كده؟ فكرتك اننا بقينا اصحاب، ليه بتعملي كده؟ تحط ايدها على وش ميليدا وبتقول لها لاني بحبك يا ميليدا. وبتقول كان يا مكان. فجأة الكتب بتتفتح والورق بيلف حوالي ميليدا وبتحصل حاجة غريبة وبيختفوا. كوفا وهو بيجري بيقول إيه اللي بتسعى عليه عائلة شيكزيل؟ سر ميليدا وحياتها. لو جه الوقت اللي تؤخذ فيه حياة ميليدا فدي هتكون مهمتي لوحدي. تفتح ميليدا عينيها بتقول انا فين؟ بتقول لها ميول مرحبا بيكي في وهم والتر. بتقول لها اهدي احنا على وشك ان نبدا. بقول اخو سلاشا اهلا بيكي في محكمه ملكه القلوب، لنبدا المحاكمه الان. بتقول ميليدا محاكمه؟ بتقول ميول ان الراجل ده القاضي والمسؤول عن اللي بيحصل هنا وانا جبتكم هنا بناء على تعليماته. بتقول ميليدا انا مش عارفه انت مين وجيت منين، لكني مش هحني راسي ابدا لملك يخفي وشه ورا قناع وبيرفض الافصاح عن نفسه. بتقول احنا لسه في امتحان الشهاده عشان كده همشي. بيقول لها مش هتقدري تهربي يا بنت عائله الانجل المزيفه. بيقول الكاتبه احضري التسجيل. بتقول ميول كان يا مكان. مخطوطه اندريس هي نص سحري يؤرخ بدقه جميع الاحداث لحظه وقوعها، عشان كده خليكي حريصه على كل كلمه بتقوليها والا هتقومي باسعاد شعب هم بيسمعوا لفضيحه عائله الانجل. وبيقول الحاكم في تهمه واحده موجهه ليكي على الرغم من عدم امتلاكك المؤهلات لتكوني من عائله الدوق الفارس، الا انك حملت اسم العيله خادعه شعب فلندور طوال 13 عام. وبيقول جه الوقت لتسليط الضوء على جرائمها. فالرجل اللي بيدعي ان والدها الحقيقي ظهر للعلن. وبيقول ميليدا انجل فئتها الساموراي. بتقول له ميليدا صحيح فئه الساموراي اللي ده ما ينفيش ان انا بنت والدي. بيقول لها مفيش مانع لكن في حاجه مش هينفع نسكت عنها. ليه كنت فتاه مفتقره
فترة للموهبة من غير أي مانع. وليه دلوقتي في عمر ال13 أيقظت المنى بتاعتك فجأة، وفضلوا كلهم يشتموا فيها عشان ما عندهاش كلام تقوله، وبتقول بصوت عالي اخرسوا كلكم ما تتكلموش بالسوء عن أبي وأمي، فأمي حبتني أنا وأبي بإخلاص وهثبت ليكوا ده، وهكون أقوى وأقوى لما انضم لفريق كريست، وهكون الطفلة اللي بيعترف بيها الجميع كفرد من عائلة الأنجل. وبيقول القاضي هنشوف فعلا لو كنت من عائلة الأنجل، وبيشاور لسلاشا وبيقول لها اكشف الخداع اللي بداخل عائلة الأنجل. بتهجم عليها سلاشا عشان تضربها، لكن ميليدا بتتفادى الضربة، واليس بتديلها السيف وبتقول لها سلاشا هنهي الامر بايدي بسرعه، وبتهجم عليها سلاشا وبتضربها بقوه انسياب المطر. بتقول ميو لاليس مفيش اي فرصه لميليدا عشان تفوز، وفضلت تضرب في ميليدا لكن بتحاول ميليدا انها تتفادى الضربات، وبتهجم عليها سلاشا وبتقول لها ميليدا لا مزيد من التحليق في السماء، وبتضربها ميليدا وبتقع على الارض وخسرت سلاشا. وبتقول ميليدا انا بفتخر ان فئه الساموراي، وبتقول انا هي انا هخلي الجميع يتقبلني زي ما انا البلدن من عائلة الانجل. الناس اللي قاعدة بتقول لو فعلا ميليدا بنت الدوق الفارس فاننا ارتكبنا خيانة كبيرة. وبيقول القاضي هخلي الامر ده وكأنه لم يكن، وبيضرب بالشاكوش بتاعه والقلم اللي مع سلاشا بيقع على الارض وبيقع منه نقطة من الحبر، والنقطة دي بتكبر وبتتحول لحاجات غريبة، وبتهرب ميليدا وسلاشا، وفي ضربة جاية ناحية ميليدا لكن بتنقذها سلاشا، وبتروح ميليدا عشان تلحق الناس لكن بتمسك ايديها سلاشا وبتقول لها ميليدا ايه اللي المفروض نعمله؟ مش احنا مستخدمين للمنى؟ ميل بتقول ميليدا محقة انتهى وقت اللعب، وبيخرجوا الناس اللي موجودة جوه من البوابة ولسه يهربوا لكن البوابة بتتقفل، وبيجي الراجل اللي كان بيتظاهر انه والد ميليدا وبيقول جه الوقت اللي نضع نهاية للقصة الخيالية دي. بيقول انا الوقت مش بلعب دور الاب المزيف بل انا الشر الخالص. أليس بتهجم عليه وبتقول له انت اللي عذبت ميليدا الوقت ده كله، لكن بيضربها ضربة قوية جدا وبتمسكها ميليدا وبيرمي على ميليدا الحبر بتاعه، لكن كوفا في الوقت ده بيجي وبينقذها وبيقول لها اسف لاني اتأخرت يا ميليدا سيب الباقي عليا دلوقتي. بتقول له لا يا معلمي فانا هحمي الجميع. كوفا بيمد لها ايده وبيقول لها ده اللي بيخليك تلمستي. بيقول له توقعت انك هتيجي، وبيهجموا عليه فضلوا يضربوا فيه، وميليدا بتضربه ضربة قوية جدا وبيقضوا عليه، وبتروح ميليدا على كوفا وبتحضنه وبتاخد ميو للكتاب اللي فيه الشفرات وبترميه في البحر. الدوق فيلياغوس كان ماشي وبتجري ميليدا عشان تلحقه وبتنادى عليه وبيروح لها وبيقول الفئة اللي ظهرت عليكي في اثبات اجتيازك لامتحان امينة المكتبة في جيل جدتك الكبرى كانت بتحمل فئة الساموراي، انت شبه جدتك بالظبط يا ميليدا. ميليدا عيطت وحست قد ايه العالم ظلمها وعاشت حياة صعبة بسبب انهم ظلموها وحسسوها انها مش من العائلة، وفي اللحظة دي بس حست انها فعلا من العائلة. كوفا بيجي وابوها بيقول له هتسيب الباقي عليك. بيقول لها كوفا كانت رحلة طويلة يا ميليدا كل حاجة دلوقتي بقت بخير. وبس كده ده كان القسم الاخير من انمي مغامرات كوفا. لو عجبك الملخص ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام عليكم.